في ناس كثير ما عندهم مهارات قفل السالفة. صحيح. وأنا أعتقد إن الأغلب ممكن في كل 10 رجال 9 لا يستطيعون إغلاق السالفة بشكل رائع. إذا تبغون شو اسمه تجذبون واحد السالفة لا تقول شفت أنا الحين قلت لا تحط هذه القابس، حط صمت. أنت أحيانا تستبدلها هذه بال التعريف، إنه ترى أنا عارف الكلمة بس إنها بتجي اللي كان يسويها تو ذاك اليوم أنت ما بانك ما تدري وش صدق يعني. شوف يجيك المثقف يستطرد وعنده مليء يا الله المثال الحي. أنت قاعد تفضح نفسك. كبار السن الشيبان طيب عنده هذا البريفليج اللي يستخدمه عادي يقتل سالفتك، يستمتعوا بهذا الشيء. متأكد أنت قاعد تسولف بطلع عجم يلا. مع إنه ما أكل تمر. ايش رايك بالحركه؟ من العب لا والله تغيرت. انا بس قال شيء قبل شوي لما قال بدل في مكان غلط. تعرفونها هذه لما انت في محل وما عندهم غرف تبديل ملابس، فانت تعتقد انه يمديك بسرعه تخطف التيشيرت وتعلق يعلق وقت غلط. فجاه كل المحل جايين بطنك طالع. شفت المقطع اللي طلع اللي تغير ذا يغير هودي في السيارة؟ لا قاعد يغير هودي في السيارة. قال لك انه بسرعة في امريكا مدري وين، قال لك بسرعة جهزه. هو تعرف لما تجهزه تجهز فتحة وتشوفها انه خلاص بتقول الوضع سحر. اللي جزء من الثاني هي بس تدخيلة. ما حد بينتبه. ولا وانا هو قاعد يسوق ذا كان قاعد يمشي قاعد يسوق فجهز الدنيا هو فخلاص وازن الفتحة وازن مقاس راسه انه ما يحتاج الا سكند اقل. بيقول بها يوم جاي حط الذي علق في شيء علق في شيء موزنه هو صح. والله العظيم برجع يبغى يفكها بسرعه فهمت يبغى يفك وطق بوري بالغلط تعرف شكل دخل راسه في الكم. فصادق توزنها بأحيان وزن مستهج معك. لا أنا أحيانا أنت تعتقد أن الثوب أمور طيبة، أنك تجي من مكان زي كذا أنت رايح مثلا محل أطقم ورايح بثوب، فأنت تقول أوك ما في غرفة قياس عادي ثوب، فبشيل الثوب والبس التيشيرت على طول. بعدين الفنيلة تطلع مع الثوب. فإذا كده أنت كده اي هذه اللي تسحب يودك تنادي لو سمحت اسحب عني. بس انه لا قد جربت اللي أنا خايف من الحوار الرايح. اصبر لا قد جربت. وش أغرب مكان فسخت فيه؟ المغسلة يوم تكوي ثوبك وتلبس السنة الفنيلة ما قد جربت. هو قالها يعني إنها عادية لقى انه هو الحالة. لا صدق والله وقف معه والله. لا أنا يعني زمان مو الحين. شوف أنا قبل الزواج يعني كنت شخص ليس كما قبل بعده. كل شخص يعني الصراحة غير مسؤول. لا يا اخوان حتى بعد لا هو قوي. انا للحين انا مسوي الاسبوع الماضي بس ما تزوجت. بس انت تمام يعني. انت حتى بعد الزواج انا لا احس ما له دخل اللي هي بكوي ثوبي على السريع. بس انا اتخيل المنظر غير حضاري. هو غير حضاري. تدري انهم الزموا الان ما ادري قريت تعرف ذاك اللي يقول عاجل معروفين هذه اخبار بانثر الشباب انه الزموا المغاسل بتوفير غرفه لتبديل الملابس. لا والله حلو يا اخي لانه مو شعور بايخ انك انا استحي. فلما فسخت ثوبي قلت لك بسرعه فدخلت عند الكاشير. تدري من حسب الكاشير تغير جوا هي عشان احد يشوف يتخبى بين الثياب. تعرف لما يجيك هندي يقول لك غسيل كوي مستعجل يحسبك الكاشير. عرفت خفيفه حقتي اللي البسها لان مي وصليه. والله صدق يا تعرفها ذي انت مضطر تاخذ اللي عليها لوجو بس اللي عليها لوجو مضطر تاخذ. يقول لك مضطر تاخذ. والله مضطر تاخذ. واللي يكوي لك خلاص يعني في تواصل بينك وبينه يقول لك بالراس كذا يسوي لك كذا انت تحطه فوق المغسله وخلاص حطيت رجعت اخذت ثوبي ومشيت. لا انا الضحك عفوا انا الضحك ترى مؤدبه صراحه. ايه الكومنتات كانت اقسم ما تخيل. انا الضحك لما تنزل انت فل رسم بس ثوبك معك في يدك جزمة رسمية وشراب وساعة وطاقية رسمي بس جسمك ما هو رسمي. ونازل لي السلام عليكم. هذا كنت بقوله يا أخي المفارقة بين شكلك بالثوب وسروال فنيلة مرة سيء والله الحمد لله
إننا سعوديين أقسم بالله العظيم، ما هو وطنية وزحف وهذا الجو، لا الحمد لله سعوديين يا أخي. الثوب من أعظم اللبس في العالم. اتفق من ناحيه ساتر علينا، مطلعنا اشكالنا كويسه، مش عارف مين، شوف يعني خالك لا ساخر. شبحنا في البودكاست. لا شوف هذا حق 40 مخده وانا كل شوي ما بقى كم لا شوف مخرج 8 لبسونا الله لبسونا لانه شافوا اطقمنا مخيسه قالوا تعالوا في واحده اخيره، بس اذا رحت للخياط تستلم ثوب اول ما غسله تستلم ثوب تلبسه وبديت خلاص انت موزنها، يوم وصلت فوق اكتشفت انه مقفل. اللي تروح للصديق كانك جوست. فك من فوق طب سطح مو بقلاب. يا حال القلاب قد قفلتوه انتم؟ اي هذا انت اي قفل الحين هو قفل في واحده من الحلقات بغى يموت. اي صار اذا نسميه لا تقفل مو لا قلاب اللي زي حق اسامه الحين قصدك مو بالسادس. شوف زي كذا اي هذا قفل بس لا اسامه يقفل عادي يجي مرتب انه نحيف ما عنده الغلو. انت لا انا تقول انت انا معك ترى. اي فاهمك. وسعت يا اخي شكلك يطلع. لا حرام عليك. شفت يقهر. شوف مرتاح وقفل من غير مرايه. انت غلوغ توزنها عشان لا تجيك القرصه دي عرفتها تعرفها. ولا خلصت حاط اللي فوق تحت. والله دايما اسويها والله. وتقول والله ما غير خلاص. يا عيال في العيد ابلع ريقي يعورني اقسم بالله زود بوكات. واقول لك شيء والله عشان لا تخاف، انا بس اول يوم عيد عندي بس الصباح بس بعدين عادي بفكه فهمت، بس بحلل الثوب اللي هي من الصلاه للمجلس بس. ويفكون الاسعاف مو هو. لا اصلا ينفك لا جاي ياخذ زمزميه طق خلاص. بس وإذا سلمت تكون القلاب اذا مو لابسين شماغ. لا معلش هذه لا وشو صك القلاب اذا مو لابس شماغ. لا ماني محاسب ما ادري بس احس اللي سكر القلاب بدون شماغ كانك لابس كرافته على تيشيرت. اعرف هذه اعرفها. ايه سواق انا بعرض نفسي كذا الله يعطيه العافيه. كانك في رياض فاشن ويك. ما في وش سالفته؟ ها وش سالفته؟ اسبوع الموضه جايبين اشوف جايبين يعني ناس ما فيهم موضه يعني امون عليهم عادي. حسن الرفاعي ومارادونا هذول يحتاجون مو اسبوع ما شاء الله حاطينهم اسبوع حسن اسبوع الزل. والله حسن رفاعي عارف انا مرتين يا اخي ما شاء الله الله يعطيه الصحه والعافيه يا اخي يلبس لبس غالي حرام. يعني لا تقول لي انه براند يعني ما بيفرق معي فهمت. تعرف سالفه ابو خالد اللي يقول ترى الموضوع عندك انت مو في اللي تلبسه. يجيك واحد يلبس رولكس تقليد حلو ومستحيل احد في العالم يشك انها تقليد لان شخصيتي تصلح لها رولكس. تيجي انت تلبس رولكس اصليه والكل يشك انها تقليد لانها والله لانها ما تناسب. انا اعرف وضعك الاجتماعي يا اخي والله صح ترى صدق هذه كمان. انا لما البس اشياء يعني مثلا ترى ما اشتري براند الا مره واحده في السنه كامله صدق. انت مع كل سفره على حسب اعرف بس عيال لما البسها اقسم بالله في المحل حلوه لما اروح البيت بايخه. نعم لما اروح البيت كذا ولا في البيت لابس على شرقي. يا اخي انت قاعد تناظر المرايه ولابس زبريات تراك صادق. على جنس وشرقي جنس وشرقي يا الهي كأنك ابراهيم. لا نقيس هذا الراوي بس يعني الحمد لله براندات يعني تمشي يعني بازيد ما شاء الله. بازيد ايش ساعتك اذا ودك تقول عنده ترى عنده بس ربي ياخذ ويعطي يعني. اي بازيد ما شاء الله الله يضره اذا لبس حلو مو عشان انه نحيف بس لا. يعني الرسمي حلو عليه. لا عشان نحيف اوكي والله عشان اوكي بجيك لا بجيك شوف ذا قاعد ينحف والله قاعد يلبس اطقم حلوه في الصور. يوم يلبسها يصدمني تطيح الكواليتي حقتها كل شيء ويغير في الجسم ويبغى احد يلفت النظر مو قادر فهمت يعني خلاص ندري انك جو عليه الشباب ولا تهيألي. لا انا ما جيت انا ترى لا شفت احنا يوم نحفت انت صرنا نستشيرك في اشياء والله اي والله ترى لا مو بهذا مو بهذا البنطلون مداحنا كل يوم في كوميدي بود. الاسبوع الجاي كل العيال كلهم حق مارادونا يا رجال اطقم العيال. احنا يوم بدينا نسوي التجارب الميرش حلو وزعنا على كل العيال. ما توقعنا انه اللاين اب اسبوعين العيال نفس الاطقم. اوه اخيرا في لبس تعال. شوف كيف كنتوا عايشين قبل. لا اخذني هذا جسمك هذا جسمك لا خلني بقول لكم انا وش شفت اخر يومين قبل فتره. شفت فيلم حق
ماثيو ما ابي اقول اسمه ويطلع تضاحيك علي. جرب ماثيو ايوه ماثيو مهونيكي مكونهي ايوه الثاني مكونهي اللي هو شو اسمه الباص المفقود اسم الفيلم مكاهني ما ادري هذا زبده ما هذا شفت هذا نوع خشب. ايه بس سمعت الترجمه بالعربي إيه. هذا اللي يترجم افلام نتفليكس ايش قال؟ الباص المفقود اسم الباص المفقود. ايه فيلم رعب واثاره. لا شفتوه شباب الليل الظلماء دارك ما حد شاف نايف نجري تبونه يعني ذا لوست باص وما ادري ايش كذا لازم اشخص لا يعني اقدر بس انا يعني والله هي الباص المفقود هي الحافله المفقوده ولا حافله اي الباص ما يبقى كلمه عربيه بس يعني صارت عاميه دارجه الباص ما حد يقول الحافله صح. اتت انا مع يقول الباص جاء حافله انت تقول حافله بروح ايش عندك اليوم والله بروح على الحافله بروح ما تقول حافله ما اروح على الحافلات اصلا انت تقول حافله ما اروح على الحافلات ما هي بجزء من يومي انت بس حتى لو صارت مثلا ما ممكن اقول حافله لا بتفككونها انت لا بس احنا نقول بس بلا تصدق تقول حافله عادي لا بس في الترجمه ما يترجمون الباص مفقود اي ما هذا اقول لك ترجمه نتفليكس خلص منها انا بعدين الفيلم على ابل تي في بس ما تقول الحافله الباص المفقود بحرف السين حلو المهم الاتوبيس فالباص المفقود فيلم رهيب صار لي فتره وانا ايش اجل فيه ابغى اشوفه فيه لانه فيه مدح والزميل ماثيو له فتره ما نزل في افلام لا ينزل بس زي التفن والله إيه. يقولون من زمان ما نزل ولا من زمان قصة ما نزل فيلم قوي فيلم يعني. قوي اي من عقب هذا اخر شيء سواه لا هذا كان ضيف شرف عقب دالاس بايرز كلاب هذا عام كم تقريبا نادي دالاس بايرز كلاب حق براد بيت لا زبائن نادي دالاس دالاس المدينه اللي في امريكا دالاس اي ودال وقاعد انا عرفت ليه ويكلم الاطفال زي كذا اسلم. فالمهم الباص المفقود والحافله المفقوده ويا ابو حامد اجل فيه خلى فيلم السهره تعرف قال لك جهزك فيلم سهره تعرف فيلم السهره بشار البطل يفكه يحطه في صحن يعني خلاص جنون هذا من النوع اللي يحط شطه ويشربه وبيره من برا بارده بس اذا شربتها حار الشعير بدون نكهه جهز كل شيء يعني الا الفيلم يطلع رخيص فاجل الفيلم يا ابو حامد خلى الليله فيلم سهره يا ويلي دف ماثيو دف الاخر شيء خلى نهاية السنة هذا ماثيو ايه بعطيه تقييم وجلست ذاك اليوم جاء اليوم المشهود على طاري الفيلم المشهود للحافلة المفقودة حلو عرف ذاك اللي ايام دوي يقول لهم قال يا اخي خلص والله اللي مستمتع ترى السالفة كلها حشو لان هي نايمة السالفة الأساسية هي حالاتها بالحشو وشغل الفيلم يا ابو حامد واشتغل الفيلم وذكرت ذاك اليوم رحت الحمام شغل فيلم يا ابن الحلال. المهم ويبدأ هو باختصارا عشان ما اطول عليكم شكلكم مشغولين انا مبسوط. المهم طق الفيلم يا ابو حامد يا ابو حامد ماسك خط يا اخي بصح يا ابو حامد. المهم شغلته طقيته بلاي الحمد لله ويطلع شعار وارنر براذر يطلع الاخوان براذر طلعوا ما ادري هذا شري فوكس وانت تقرب الفشار ايه اسلم وانا اقرب الفشار حلو. بسم الله الزميل ماثيو طل جود مورنينج لازم بدايه المشهد جود مورنينج هو تو بادي هو كذا هو صوته فيه بحه ودايم مو محلق دايم مسوي ان انا شو اسمه اللي عادي ايه هذا انا this is me guys with camera without camera I'm Matthew. فالمهم طق رك اكشن بدا هو ما ادري شفتوه ما شفتوه عادي احرق ولا باختصار هو فقير مساكين وحالته حاله وكذا فبديت انا اتعاطف الشخصيه جذبتني ما اخفيك شخصيه سرقني ماثيو سرقني صروق هو ما في صروق خلاص صورتي سرقني ايه المهم المشكله كان ايه الشايع يتقلب الان كان عندي ازق ريفيو في العالم كان عندي مشكله صراحه هذه صايد على جنب الترجمه كانت صغيره بزياده حسبت مشكله مع الفشار لا الفشار بجيك فيه لان وقفت واضطريت اروح وارجع. انت وين مناظره في ابل تي في ولا فاصل اتش دي ولا عالم سكر لازم والله عالم سكر عالم سكر انت وين شايف فيه الملاهي اطفال انت ولا وين وش شايف فيه ابل تي في ابل تي في ترى بدك تكبر الترجمه صادق اي والله
واقدر اغير اللغه، تقدر تغير اللغه، لغه الترجمه انت شوف حاطها ما ادري، هو نازل مع السيستم زي ما هو مع يقول لازم مع السيستم هذا يحسبه DVD قديم ذا. لانه المهم ابو حامد شغل الفيلم ايه لا امزح، ترجمه والامور طيبه. لابتوبك قرر ينهي خدماته قبل تسليم المشروع، سلموك مفتاح بيت أحلامك بس ما تسمع فيه إلا صداق. شنطة أحلامك اللي تنتظرينها جاء دورك تستلمينها، السيارة وصلت وجاهزة للفرة بس التأمين ما وصل. كل هذه حلها مع STC بانك سهل، موافقة ب5 دقائق وتمويلك يجيك بعد 24 ساعة. تمويل سمارت من STC بانك، تمويل يفزع لك. وشو انا ما احتاج ترجمه بس يعني لا عشان اللي تنسى معي. قطره. ها؟ اي طبعا اقطر عشان فل HD اشوف فل HD. المهم الماثيو بدا الشيخ ويلي ايوه وفقير هو مساكين وما ادري ايش كذا، بدا هو كارثه تصير احتراق مو احتراق اسمه حريق حريق غابات احتراق غابات، وهو قائد الحافله ايوه وينقذ اطفال. باختصار هذا تشوفه حتى في شو اسمه الفيديو دعايه اي حق الفيلم. فياخذ الاطفال. انا عندي مشكله واحده، ايه كل شوي احسب ان التلفزيون طافي. تدري ليه؟ ليه؟ لان في كميه ظلام في التصوير عجيبه، فانا ما ادري مين المخرج حلو اللي تعب عيني خلاني اخلص كرتونين قطرات، لان احس بالمشكله فيني انا ظلام. يعني انت تقدر تبدع في الفيلم انه اوه حراق وفي الليل هو اساسا حريق صار في النهار، فهو يبين لك المخرج انه النهار صار ليل من الحراق، فهمت؟ فلعل ابدع بزياده لان عتم الدنيا. فانا صرت ما اشوف حرفيا، انا يعني الفيلم كله انا ما كنت ما اشوف يعني جاي تشحن وش تسوي يا ابو بالأخير حامد؟ لسه وش تسوي؟ وكيف تكبر لحنها. السالفه يا ابو حامد؟ كيف تكبرها؟ اصبر توني كنت المهم وتخسف عيوني كنت بعطيها قفله. المهم ايه انا كنت ما اشوف خلاص ادري عصفير يا ابو حامد وش تسوي تسوي يا ابو حامد دق على ماثيو دقيت على ماثيو والسالفه خلصت هنا الصراحه ما عندي قفله لها يعني. انا احس هو اللي يسوق مبروك. الحافله. فزت معنا بجائزة أسوأ سالفة في بودكاست بالله الحشو اللي قبل طيب والله انت شغال تشويق رائع، بدايه جذبت الجمهور حلو بعدين علقتنا صحيح؟ والله علقتنا. الزبده ان الفيلم ظلام ومتعب للنظر بس والله العظيم. شيكت السطوع عليته يوم يصير نهار فجأة كله كذا. كيف لا تموج يا اخي لا هذا شكلكم ايموز شكلك تحت الدريشه. فلما عليته بس لما يصير نهار يصقع السطوع. فهو زبدة المخرج اللي ما يستحي على وجه الله يهديه، عارفه اني الله يستر عليه، ما ادري ليش تعاون مع ماثيو عامر صراحة. حمود ايه لا مش عامر حمود لا مخرج ما نبقى اسمه عشان ما اعطي شاوت اوت. فالمهم اسلم تعرف ايش معنى شاوت اوت إيه، صح؟ معروف. فهو مشكلته انه كان يبغى يبدع في انه يثبت تكون ليش حيوانات لا ما في شيء. يحسبوك ما تعرف شاوت اوت صدق. هذه ليش تسأل؟ زي الفي 60 هي انواع قهوه كيمكس شاوت شاوت اوت في 60 لانه انت تطلب 3 شاوت اوت اي هذا اذا فيك النوم وراك فيلم وماثيو وش تسوي يا ابو حامد؟ ايش تسوي يا ابو حامد؟ والله بس شوف انا بالنسبه لي انت اعطيتني بدايه جيده حلو. ننطلق فيها في الحوار. اسمع. طيب بغض النظر عن الريفيو التبن اللي صار حلو للفيلم حلو، في ناس كثير ما عندهم مهارات قفل السالفه صحيح. وانا اعتقد ان الاغلب ممكن في كل 10 رجال 9 لا يستطيعون اغلاق السالفه بشكل رائع. ولاحظها في المجالس لما يبدا واحد من غالبا مو بشايب، واحد عمرك كذا يبدا يفتح السالفه عطه اهتمام يتوهق ركز في عينه حلو، وبعدين يبدا يسولف هو، بعدين يلاحظ انه ما حد خش علي. بعد السالفه مثل السباق التتابع المجالس اللي يركض بالسالفه، تجي واحد يقول اي والله عطاري ويكمل السالفه. شوف اذا ما حد اخذ من السالفه ايه يسوي فيد اوت يبدا يسوي لي وانا او يبدا يطلع اصوات، فهمت؟ يطلع اللي يا رجال ومثل ما انتم عارفين عاطني السالفه. بس في مهاره اذا ما حد اخذها. ها في مهاره وش اذا ما حد اخذها كيف تقفل السالفه؟ ما قفلتها زفت ايه اشرب شاي
والله وبس اقول لكم الشاي مين سواه، فهمت اللي يغير المود، غير اي شيء عادي تصير. لا في دايم اللي تعرف ضحكة المتوهق المسكين اللي يبدا يأدي في السالفه وما حد قاعد يتفاعل، فيها والله طلع تحس انه تعبان، في السالفه فيها نفس اللي من جوا تعبان هو فاهم، ويبدا يناظر تحت اللي يا رب اختفي خلاص انا وفي تكنيكات ناس يسوونها اللي يبدا يعطي وقت يبدا يعبي اي حشو عشان يفكر كيف يقفل السالفه، فديمان يضحك ويطول في الضحكه هو ترى قاعد يفكر وين اروح السالفه، يقول وذاك اليوم شفت مقطع قريب واحد يشرح ايش يسمونها هذه التوكس، عرفتها اللي يطلع يتكلم عن الناس وكذا وجالسين ويعلمهم كيف اساليب الحوار الممتازه، كيف تجذب الانظار. محمد القحطاني ولا من؟ يعني نفس السبيكرز اللي يسمونهم او توست ماستر. اوكي. فكان هذا يشرح كيف هذا خبز. اوكي. لا والله ما يستاهل وجه. اي ما اقدر انطق. خلوه هو مريح في الجاكوزي. خليه بس يطلع وتفاهم معاه. اسمع من النوع اللي يقعد عند الفقاعات، عرفت، وما يعرفك في السالفه حتى هناك الذي يفك سالفه. لان دائما هم كبار السن اللي يسالونه وش ماكل انت؟ ليش نحيف؟ يعني ما احط سمن. انت بتضطر تقول لا يسلم انا شداني هناك يستاهل. المهم يا ابو حامد اقلب ذاك اليوم، تقول السالفه صدق؟ ايه تفضل. الان اعطيناك فرصه انك تقفلها صح باذن الله. حقت الان مثال نبغى نشوفك تفتح السالفه وتقفلها، واحنا بنعطيك الان اهتمام اللي هو نحن نصغي. تم بسم الله. مساكم الله بالخير. سيد النور. سهله. صلوا على النبي. ذاك اليوم صلوا على النبي الله عليه الصلاه والسلام عليه. ذاك اليوم اقلب في الماخوذ التيك توك، بدي التوك توك بدي شو يسموه، حملوه لي العيال ما ادري قبل. اسف نرجع تيك تو مجنون تمثيل مثل اكتنج. ما ادري قلبت شاي. يلا مساكم الله بالخير. الله يحيي العيال. لا يا عامر يا تودي انت يا شخصيه ثنائيه الابعاد. خلك وسط، خليك عبادي. خل عادي. ذاك اليوم انت شفت هذا توست ماستر عبادي؟ ايه ذاك اليوم اقلب في التيك توك. صلوا على النبي يا رجال. لا عليه السلام. لو بتكاسرني ما تقول كثير. يلا. المهم اقلب في التيك توك مقطع ورا مقطع ويطلع لي واحد يسولف. عرفت يا اخي حقين التيك توك على ذا الطاري يعرفون شلون يعني يكتبونك مره ترى عوايدهم ذي والله. فانا اقلب اقلب اهتمام في السالفه. اعطوني اهتمام لان السالفه ماشي. اسلم تفاعل ايه معاه. انا كنت اقول اي شيء اقلب في التيك توك. لا المهم ويطلع لي ذا يسولف المتحدثه فيقول يا جماعه، طبعا بالانجليزي بس انا عشانكم بعربه. فيقول يا جماعه انه اذا تبغون شو اسمه تجذبون واحد السالفه لا تقول شفت انا قلت لا تحط هذه القابز، حط صمت. يعني مثلا قل كتجربه الان. اوكي. انا ذاك اليوم فتحت جوالي كنت اقلب في التيك توك. بعدين انت كويس شفت قاعد تسوي صمت. لا قاعد غريب اعطيكم بالتجربه. فمثلا خلينا نعطيكم الان تجربه حيه. انت لا تقول لنا نعطيك، خلاص كمل احنا بنفهم. لا عشان ابغاكم تعطوني رياكشنات. الان فالان يعني انا فتحت التيك توك ذاك اليوم وقلب فيه. فتحته والله دخلني. اوكي. وانا امشي في المقاطع لقيت مقطع طويل يمكن مدته 6 دقائق. شفت شلون خليتكم؟ لكن عكس لما اجي انا اقول مثلا هذا اي اللي سويته. والله طول فيه بس قاعد اسوي لبسنك. لكن عكس لما اقول ذاك اليوم فتحت شو اسمه التيك توك وشفت مقطع عرفتوا هذه كذا انت قاعد تخسر من هذا قاعد في الحالتين سالفتك خايسه. شباب انا الحين والله قاعد اعطيكم درس قسم بالله يعني. يا كمل اكمل خلاص ترى اقفلها يلا خلاص جت قبل. فبس شفت المقطع والله اعطيته لايك يستاهل. نايس عجبتني. اشكر والله عجبتني. اشكر. بما ان هذه انتم يعني عرفتوها كمشكله،
ودي تعطونا حلول او وسائل لاغلاق السالفه. لا بس قبل اغلاق السالفه، انت التكنيك هذا انا ودي غريب ترى. ليه مو لأن- كويس يمكن أنا ترى ما سويته لا زين. حساس، لو طولت الصمت شوي بيصير اللي ذاك اليوم هذا هو يعني. انا فتحت لا مو كذا عاد، مو كلمه كذا كذا. كنت يلا. انا اقول لك انا وصفتها غلط، بس انه بشكل عام لما تجي تتكلم صدق والله ترى انا ولا اشوف المقطع والله جد لا تبي بالجد. ولا اشوف المقطع والله قلت رهيب صادق. المقطع قصده، او اذا تبي جد يعني المقطع قصده انه هذه تفقدك ثقة اللي قدامك فيك، صح انك انت ما انت عارف ايش تقول، صح اي بس انت قاعد تسوي فيلر. ما انت بس. مستطرد. صح. وحتى اللي انا قلته هذا اللي فهمتوه لي كان يقولها بالانجليزي انه you know what I mean، ما ادري ايش you know what I mean you know what I mean كان يكررها كثير. كان يقول هذه ترى تخرب وش فيك. لا تمام تكلم انجليزي بس. غريب اغرب واحد يتكلم انجليزي ما قد شفته. هلو ما لقيت الا انا ولا تدري ايش يقهرني في لما انا اقول هذه اللي شو اسمه ذا، لما يجي احد يعطيني اقتراحات غلط كيف يقهرني يستفزني. مثلا بقول انا سالفتي مثلا اللي هي ذاك اليوم انا تقريبا العصر بفتح جوالي وبشوف هذا المقطع، فهو يبدا يقول انا اقول ذاك اليوم يقول هو الظهر، لا مو الظهر. يبدا يعبي اصبر بقول انا اصبر بس انت عندك واحده ابو عيد مش عارف مين. اي مش عارف مين ذي هذه مش حقت عارف مين عنده ثانيه. إيش؟ طيب طيب كلمه طيب والله مم. انا ما ادري لاحظت مش عارف مين دائما. لا طيب اسمع هاي حلو لا يعني هي انت احيانا تستبدلها هذه بال التعريف، انه ترى انا عارف الكلمه بس انها بتجي اللي كان يسويها تو ذاك اليوم انت ما بالك ما تدري وش يطلع شيء ما تستخدم على التعريف يعني ما تعتقد ان هذا مؤشر ان الشخص اللي ما يبغى يسولف معك، اللي تاتي او اللي ياخر كذا في الكلام، اللي هو غير حاضر ذهنيا، مو بجاهز، سالت انت سؤال مو في وقته وقاعد يتغدى في المكتب يمكن هو طبعه كذا يعني. لا هذه تدري وش هي؟ والله اننا لا نقرا. لا نقرا ايش؟ القراءة غذاء العقل. الله حلو العقل حلو تعبانه لازم. هذا ايش رايك ابو؟ هذا عذر رهيب. لا صدق يعني شوف يجيك المثقف يستطرد وعنده مليء بال يا الله المثال الحي. انت قاعد تفضح نفسك. انتم مشكلتكم فتحت السالفه في اول الحلقه فما بتعرفون تسولفون. لا بس انه يعني صادق ناصر كيف طيب نقفلها يعني كيف ممكن احنا نعطي الشخص اللي هذا حلول؟ في اول شيء انا اسلم اول شيء لا ياخذك الطرب. يعني سالفتك هذه قفلها سالفتك انا قبل كم اسبوع كنت في مجلس اهلي وطلب مني سالفه. حلو تعرف لما ينطلب منك سالفه قل سالفه ذاك وقلتها وجابت ضحكه عاليه. جابت ضحكه عاليه. اي عمي خليك مسرح يعطيكم العافيه. كانوا يفتحوا فنجان ومشى. اول ما اجي سمعوني تحيه لكل الاخوان اللي قبلي. ما شاء الله يمه ايش تشتغلين. لا واحد من اخواني كان سامع قال قل لهم سالفه وقلتها وجابت ضحكه. بعدين فيها تفاصيل اضافيه من نوعيه اللي لازم تكون موجود وخسرت الجمهور. فهنا انت لازم انا طمعت يوم شفت الضحك قلت المهم وعدلت الجلسه ورحت وبديت اخسرهم وبديت اغرق. فانت اعرف متى توقف. خلاص حسيت انك جبت الضحكه الحلوه. اي مو لازم ضحك. اي فاهمك يعني جبت الانبهار جبت المشاعر المطلوبه من السالفه. اللي هلك كذا في نص خلاص بدأت تغرق انت اللي قاموا يشيلون الثلاجه ورايحين المطبخ. عرفت ذي اللي تبقى لحالك انت واخوك اللي طلب منك السالفه تقول له هلا لانك انت شابكه بالتواصل طول اللي ابوك اي والله يا حليلك انا لابس النظاره بشيء. عرفت ذي اذا بدأوا يلمون فناجيل الشاهي هذا مؤشر خطير. اللي يبدأ يقطع عليك السالفه بصريا. يبا انت سامعني اللي خلاص شالوا بيات شيء وانت ما شرفت لان كنت مشغول في السالفه. شوف غير الطرب اول شيء لازم تحدد الكلام اللي انت قاعد تقوله وش هو. الكلام نوعين. طيب فيه رأي وفيه سالفه. السالفه اللي غالبا قصه. اي طيب وغالبا المأزق دائما يصير في السالفه والقصه ما هو في الرأي.
يعني في الراي انك تزبط تقول لا انا ما غير موافق على هذا الشيء، خلاص اثبت وجهه نظرك، قالوا وش راح تشرحها، قفل الموضوع. حلو. السالفه انا احس مشكلتها انها تهج قفلتها وانت قاعد تتكلم وحسيت انت بديت تفقد ثقتك في السالفه انت نفسك اول. اوكي. وانت قاعد تسولف فقدت الشغف. كنت قاعد تسولف تقول او ادركت انها اي مي مهمه السالفه، ما هي بحلوه السالفه. اول ما تدخل مخك ذا الفكره يصير الكون هلامي حولك. اوف والله هذه عميقه. نظريه صدق. او انه السالفه انت لو يوم بديت انت كنت تعتقد انها مهمه، قيم السالفه قبل تقولها. كيف؟ احس اقرا الغرفه. يعني مثلا انا مشكلتي مثلا في المجالس احيانا ابغى العب معكم، هذه مشكلتي في المجلس. فالان ابوي عمي خالي جارنا قاعد يسوون سالفه مهمه. وش تلعبون؟ كيرم. ابي اخش معكم في السالفه. طيب هم قاعد يتكلمون مثلا عن سوالف صارت في سرقات السفر، فهم بدوا الموضوع، انا خلاص عندي سالفه واعتقد انها بتضيف لهذا المجلس. حلو. فمثلا انا متوهق انا كيف اقول سالفتي هذه حاليا ترى. اوكي. بس لا تحسك بتضيف للسالفه ذي، اختار وقتك صح. وقت الدخله في وقت الدخله اي والله يعني احيانا تدخلهم قد شبعوا من السالفه. قد شبعوا خلاص قدها لا قد دخلهم في العقار وراحوا. انتوا تعشيتوا يعني ولا؟ انت حلو. والله صادق. هذا لا تسولف مع مجازيا. هذا تقول حط عيني في عينك يجي يحطها بعد. وتطلع عينه هذيك اللي تنفك. شفت؟ لا يا اخي الطرب يا أسامة. اي والله. طيب وانتوا شباب ما عندكم؟ لا انا صراحه زي سالفه الفيلم اللي قبل شوي، انا بالعكس يعني راجعتها في مخي اكثر مره، قلت يعني منظف وانا بقولها في الحلقه اليوم ومتحمس وعيدها. اي لا كنت مجهزها بالمقدمه. لا كنت مجهزها انه كانت رايي ما كان سالفه. اي كان رايي صدق. هو كان رايي له فيلمهم ظلام صدق والله فيلمهم ظلام. يخص سالفتك ذي كلها انت اخذت فيها ربع ساعه كلمتين. انت خليتها سالفه يا ابو حامد وهذا والله انا كبرت موضوع سالفتي. كبرتها وهي هذه وجهنا هذه برضو شيء. لا تكبر سالفتك. خل سالفتك على قدر المعلومه اللي تقدمها. مد رجلك على قد سالفتك. بالضبط يا اخي. انا ما اسولف الا مع الناس اللي يمون عليهم لان حتى يصير ما عرفت اقفل عادي فهمت. بس اذا في كبار في السن ايش فيك تمول قاعد تكحل. المهم والله صدق اتكلم انا سالفتي ترى ما اللي في الرجال كبير ما ادخل في النقاش لانه حتى لو نقاش حتى لو انه كلامك صح بيخلونها بايخه. الكبار السن الشيبان طيب عنده هذا البريفليج اللي يستخدمه عادي يقتل سالفتك يستمتعوا بهذا الشيء. متاكد انه انا ابي تسولف انت يا ابو 15 سنه ابي تتكلم طب خذ خدي. تقاو. لا اقل انت قاعد تسولف بطلع عجم يلا. مع انه ما اكل تمر. انا احس الشيبان ياخذها شخصي ياخذ انت بتعلمني كيف ادير حياتي يعني لا لحظه انت كسالفتك كطفل امام هذا الرجل مو بطفل بتعلمه. لا انت بتسولف فانت قاعد تتشخص علي. انا قاعد اعطيك خلاصه حياتي. انا قاعد اتكلم عن سالفه صارت لي في حادث سياره وانا كشايب كيف حليت هذا الحادث ومش عارف مين. 69 تجي انت تقول لي اصلا لو كلمت نجم اخر بس ولا تسلا فيها كم. اي صح تسلا كذا شغلها بهندل. انا شغل السياره كذا يحط عيوب في تسلا مع انها مي موجوده بس هو يعرفها. ما حد يعرف الا هو. في تسلا حلو ترى حلو. هو ما عنده سياره جاي مشي تمام. ينتقد ولازم في ادب السوالف يكون فيه ادب تكميل السوالف. انا توني بقول اللي يشد لك اللي تسلا اسلم انت تتحمس ياخذ كالطرف ترى صادق فعلا. بس احيانا القفله ما عندك انت غيرك. وانا احب اللي بس المجلس يخذلك احيانا. ما حد يقفل ما حد يسحب منك يعني ما حد يقول الله يعين. لا اسمع قد غلطت شايب. اي والله قد يا اخي ردة الفعل غريبه مره هي تخوف صدق. بس يا اخي تحس انك خذلت ابوك. ما تدري الصح عرفت الشعور ذا. انا مربيك كذا والله صدق. ايش صار انا مو بغلط شايب قد قليت ادبي على 2 شيبان. انت راح فيها. لا خليني اكمل. شوف الان هذا سويته يسمونه الهوك. انتم تبون تعرفون السالفه. هذا نفس مقاطع التيك توك. اللي يجيب لك الحدث بعدين ترجع اسمع ولا خلص السالفه ترى بسوي لوب.
جنني يعني هذا جنني والله ما اسوي لك سكيب. لا يلا نصيحه لا تنام على مقطع. نصيحه لا تنام على مقطع لان الهوك بيزعج اهلك. 2 شياب وانت في الحلم 2 شياب ينتظرون. لا جيب قلة أدبي على 2 شيبان. شلون؟ توني متعلم بلوت حلو، وتوني عارف ألعب بلوت ومتحمس في هذا الشيء وعايش الجو هذا، وأدري إن لعبي ما هو أفضل لعب. طيب وأنا أكره مالي إن أحد يستنقصني في لعبة، فما أخش في اللعبة هذه إنه لا تستحقرني. أنا أدري إني أنا ماني بجيد في هذه اللعبة. ذاك اليوم تعشينا، تعرف العشاء اللي خاص راحوا الضيوف المهمين، بقوا شيبان الكلوز، رموا الشمغ، طلعت الأراضي. اسلم طلعت المطارات اللي ورقه بدي يلعبون الشيبان. انا بالعاده العب مع الشباب، هذا قد لعبت معهم امس قبل امس مش عارف مين. فالشيبان الان في 2 شيبان، نتكلم عن 60 65 حلو، ويفتون بلوت. اخذوا المجلس رايح جاي، قاعده هم ما تغيرت اماكنهم، طخ 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 150 طق 150 برا غيرهم، طق طق برا غيرهم. حرفيا تحس انهم معاملات، اللي يجون 2 يوقفون يطلعون. مشوا المجلس كله، بقى واحد من عالمتي اسمه فيصل، بقيت انا. فيصل ما عنده اخوي، فقال ابو عيد تنزل، قلت انا لا ما جيت اتهز انا هنا. انت خايف من الخساره؟ اي انا ما ابغى، انا اصلا جديد. قالوا لا انزل انزل شوف شيبانهم. اي كذا هلا صح. انزل حلو. التنس اللعنه توتر والله ان الورق بدا يندي مو بخوف اني خسر، اني العب لعبه خايسه. فهمت اللي تصير انت ضحوكه. لا اللي فجاه معك 400 وتفرشها، بعدين فجاه لي هذا بيصير اسمك انت تسويش، جاك عيال وعمرك 1000. هذا اللي بعده، هذا ب 400 اللي ما فرش هذاك اليوم. قاعدين نلعب اللعب محتدم، صدام فصدام، طق 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 طق. النشر الان في الاربعينات، كلنا برا. حلو، اللي بيشتري بيفوز. شريت او شرى ولد عمتي. تعرف لما اللي في المجلس اخر مجلس اللي كانوا على جوالاتهم بدوا يحبون اللي وش عندهم هنا في حدث هنا والله اللي معاملتكم طول. اللي قربوا اللي هل سيفعلونها 2 شيباني ما تحركت اماكنهم ما بردت. قاعد شايفين واشر لولد عمتي بشاره وفهمها. المهم زي طخ 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 كبوت. طيب مع حماسي ايام صفقت اخر ورقه انا قمنت وياه وراعين اخر لو والله العظيم. فانا هنا غلطت على 2 شيبان. ذاك اليوم كنا نلعب بلوت انا القفله لك عليها بس عادي. لا قمنت وياه اقسم بالله. اللي هذا اللي من هذا اللي شتم الهتنا شوي قالوا لا تلعب ثاني. قلت لا خلاص امي دقت علي معليش المعذره. وانتصاري ماسك لحد الان ما لعبت من ذاك اليوم. هذا ذكرت لي الغلط اللي زي كذا اللي تزل قدام الشباب ولا شيء. تصير بعض الاحيان لما تكون في اجحد اني مسكت السالفه بعد كذا. اي بس انا اقول بس. فالمهم وش تسوي يا ابو حامد؟ لا تعرف ابو هلال رش الشمراني ايه وفك الصواميل هذا هو. لما تغلط زي كذا زي ما قال ابو عيد قبل شوي، نفس الشيء تصير باحيان. يعني لما مثلا الوالد ولا الوالده يهاوشونك في البيت فتتهاوش ما تقدر ترد طبعا، فخلاص تسكت. يجي اخوك يقول لك انت كم قال اسكت انت الثاني، تجي تقول له تسمع من هناك مين الاول؟ ايش اللي كانت بشتيمه جاك الغبي الثاني. هذه تصير بعض. بس ابو عيد ترى موضوع البلوت فعلا حساس بالنسبه له. ليش؟ يعني في كلمه قلت له اياها قبل 6 شهور قهرني يا اخي. يعصب في البلوت يا صدق. لا انا ما انسى. بشكل عام ولا في البلوت؟ يعني في كلمات تجرح. قد لا ينام احدهم بالله يقول قاعد العب بلوت حلو إيه؟ وما او في البود وما قد صرت انا وعوض اخويا في البلوت. فذاك اليوم صرنا اخويا حلو، فهو ما يدري ما يعرف لعبي، دائما يلعب ضدي، فهو ما هو بعارف انه انت وش نوع تهريبك انت عارف مين. وكان ذاك اليوم كانت نفسيته يعني زي كل يوم تقريبا. فلعبنا لعبتين خايسه حلو، فقال انت لعبت بلوت ولا لا؟ انا عادي ما عندي مشكله الجمله ذي. قلت ايش دعوه بعوض؟ قال خلاص حط نفس اللون بس انت اهم شيء.
يا اسمع والله شيء راح ونام والله شيء ومضى في حياته، وانا كل مره افتح كم منه الله يلعنه. لا شيء لا هذه في اون وانا ما اقبلها. يعني كانت الظروف كانت شوي يلا حي الشباب. لا قد مسكت معك سالفه لا انا قد اللي ما اللي قد لا ينام احدهم بسبه جمله قالها لك احد؟ لا والله حتى لو استهبال مثلا، بس انها خلاص علقه. لا والله انا قد لا ينام حد من مخرج خلى الفيلم ظلام. يا الله اعتق الفيلم كهرني والله. خلاص حط والله سويت له جو. اقول لك ماثيو كنت ادف نهايه الاسبوع شغل شباب بوم. ظلم الدنيا علي يا شيخ تعبني والله. طيب عوض وشوف راح شوف فيلم ليو. معركه بعد الاخرى شفته تدري لا معركه تلو الاخرى. وان باتل افتر انذر شفته. ودي اشطح الحين. يعني الحين يوم ترجمت انا طلعت تبغون اشطح لكم شطح؟ اي روح قول. تدري اني خربت فيلم مدري مسلسل. خربت شلون؟ انا خربته. حرقته يعني لا مم. كنت في مصر. تمام. هي بتنتظر مني قفله اشوف مشبك لا. ديرك بلكمك. ابدا. خلاص شباب اسمعوا، اللي خلص عرفته يشبك الثاني. تلفون على طول. اي نضحك مع بعض نقول والله انك صادق ذاك اليوم وخش. الزبده مالك في الطويله. رحنا مصر. وش تسوي يا انا محمد؟ وش تسوي يا ابو محمد؟ وش تسوي؟ ماخذ اهلي. وش تسوي في المطار؟ لا مو كذا. تعمل ايه يا ابو محمد؟ تعمل ايه وما اعرف ايه. تكفى البيع بالمصري ممكن. نبي نضحك. وايه يا ابو محمد اللي جابك هنا يا ابو محمد؟ وادخل انا واهلي ورحنا سياحه رايحين انا واهلي رايحين. حلو. اكيد مو تجاره. اكيد تزورون احد ما ادري. لا اهلي يعني مهتمين في الثقافه المصريه. حلو. فرحنا مصر وانا تعرف مصاري انت يا عيال. في شيء غريب في مصر. في شيء انا احب مصر بس في شيء لا. الطريق السريع عندهم غريب. انت ماسك طريق سريع صح؟ اقصى يسار عندنا ايش؟ اسرع شيء صح يا عيال. والله صدق هذه السالفه صارت معنا. تاكسي ورايحين في واحد وقف في اقصى اليسار عشان يروح يشتري باكت دخان ويرجع. عادي. وفي شيء غريب ثاني بناخذ دوار. انت بديور صباح 9 الصباح انت بديور بس جنبك سيارات. احنا مو سيارات حنطور يمشي. والله يا عيال احلام الحصر. ورحنا سياحه وما اعرف ايش وحنا داخلين انا واهلي وقلت في سجن ما اعرف ايش ريا وسكينه وبعيد عن اهلي فهمت. واهلي يبون يريحون وما اعرف ايش. قلت ما اعرف ايش. رحت انا قلت خلاص بس بكم انا هناك بشوف ريا وسكينه لين تخلصون وتجوني. قالوا خلاص شوي كذا بنجي. قلت اوكي والله ادخل. يا ولد القلعه فاضيه فجاه كذا حالي انا اللي قاعد امشي. انا قلت وش السالفه؟ قلت خلني اكمل ولا كات. في مخرج ايه اللي دخل دسات. انا اتفاجأت انا ما عارف من لخم فهمت. شوي زي كذا يحاول تعرفون باسم سمره. عرفت ماسكني مع كتفي يلا بينا. يلا بينا عرفته ماسكني مع كتفي يقول ما تزعلش. قال خليجي والله وسعودي بعد. جاء باسم انت وقفت في نص المشهد يا عيال في نص المشهد ولا ادري وين الممثلين يعني شكلهم. انا توهقت. تعرف اللقطه وايد. وانا توهقت فهمت ليش خربت المشهد ذا وليش ما في احد قال لي لا تدخل. ومع الربكه كذا ولا باسم سمره قال لي اقعد هنا ما ادري ايش. ما قال لي اقعد بس خذ من عندي يعني اقعد. واجلس وانا اجلس جنب المخرج والمخرج يا عيال عصبي بشكل مريب فهمت. مو جالس على الكرسي على الشاشه. كانه حكم فار فهمت كيف قاعد يطالع. وانتم مخيل هم مستبين كل شيء فجاه في واحد داخل. وانا جلسوني عشان بس يبون يروحون. اللي خلاص خليك قاعد هنا خلاص لين نخلص المشهد. مشهد مره مهم والله ما تتحرك خاف يطلع مره ثانيه. هنا الشمس بتروح منه. شوي زي كذا ولا متابع ما ادري ايش ولا اسمع المخرج في نص اللقطه كات ايه اللي دخل الست دي وطالع لاختي. عرفت كذا عرفت ولا قلت باسم سمره خليك خربت مسلسل. باسم تبعي ارجوك. لا شوف تبي نتكلم جد الان. لا والله ما شفت. اعطونا اخر اصدارات عربيه ادهشتكم عربيه. إيه؟ سواء مسلسل فيلم ادهشتنا ولا اللي فعلا اخذت انتباهك يا اخي. انا فيه فيلم بيقول فيه الازرق. ايه ما يداري الجزء الثاني تحديدا. هذا اخر شيء يبهرك عربيا. اي والله هذا اخر شيء ابهرني عربيا صدق. لا في مسلسل كان في رمضان حق الطفل اللي يتحرش فيه اللي في مصر. ايه اسمه لام شمسيه. اي لام شمسيه حلو. انت شفته في الازرق الجزء الثاني؟ لا ما شفته. الاول
وكيف محنك؟ انا توب 4 عربي عندي: الفيل الازرق الجزء الاول، الفيل الازرق الجزء الثاني. ايه وش بعد؟ نكت ما لقيت هذا اثنين. لا افلام كريم عبد العزيز يحطها كلها مع بعض. الباشا تلميذ. شو انت بيقولها؟ كريم عبد العزيز جارك تحس اسطورة بعيد. ايه يا ايه يا حبيبي اهرني إيه. يا حبيبي لا شمسية كان حلو شفتوه لا، وغيره شمسية يعني كان كثير. يا عاد في الازرق تدرون ايش حلو؟ خلك من هذا، ترى روايه صحيح. عشان كذا حلو ترى. تأليف احمد مراد. شوف بتسوي فيلم. اعاده لا العب لا قلاب. لا ذكرت مسلسل شفته، اخواتي. شفتوه؟ ايه إيه. وسط هذا جو باي. وسط. شفت المسلسلات المصرية في هذا- اخر كم سنة؟ هذا نكت الواتس تضحك، هذا ها؟ نكت الواتس تضحك. إيه. عرفت قال اخواتي تم تعبئة الكرش بنجاح. كذا اللي ما تشوف الحلقه مو فشار يجيب نواشف عرفت وشاهي شابور. الشاور ريحة ثوم كذا. فك العربي. وهذا من النوع اللي يلبس وزره في البيت. تعرف التبسي، الريموت فيه زيت. تعرف التبسي اللي مو متساوي. اللي قال لك من النوع اللي يرقص وشيء طلبه. من النوع اللي قروش اللي في المطبخ عشان يسوي بيض بس. عرفت وترى بيضة كله زيت. يصفيه اول. هذا حرفيا يقلي البيض. هذاك عارف اللي تقول طب شوف في عشان لا يحب على ام بي سي لايف على الفضائي إيه. عشان تجي اعلانات تجي. وقت الاعلان يقول لك صب شاي. وقت الاعلان اللي الله بروح الحمام. عادي سوي بوز. وفي حلقات كثير في شاهد بشوفها كل يوم سبت. اللي تابعت عرفت قلت انت. ده اللي يروح اللي هذا اللي يقول والله نجوى ما تكبر. عرفت انه اللي يقول حلوة. استغفر الله. لا الحلقة هذه فيها ضغط. لا معليش. يا اخي ما عاد نسوي موفي نايت. تتذكر كنا نجمع كلنا في الاستراحة ونشوف فيلم إيه. ونجمع العيال. ممكن السبب عشان السينما. ممكن. انا سويتها قريب مع واحد من العيال والله في مسلسل، بس انا وياه نتابعه في واحد الصدفة. حاله. لا كنا في الاستراحه اوكي. وكنا نسولف مسلسلات قال يا اخي قاعد اشوف واحد قلت له قاعد تشوف حتى انا والله الحين قاعد اتابع والله وين واصل طلع قريب مني يعني هو متقدم علي شوي. فقلت له عادي يا شباب ما كان في شيء اخر الليل انا وياه اللي باقيين تعرف لما يمشون كل العالم تبقى انت. فقلت له عادي اشغله من دوش قال لي شغل يبقى الغثيثين. ايه يسلم. لا ليه يعني بالعكس يبقوا طيبين احس في الاخير يعني الغثيثين هم اللي يمشون. فشغلنا لا مو بقصد العيال الغثيثين يمشون زعلوا علي الحين وقعت في الفخ. فشغلنا وش بك فحسيت انه اوه من زمان انا واحد قاعدين نشوف ونعلق وكذا عرفت حماس يعني. انا احس من زمان ما سوينا الفعالية لانها مسؤولية. ليه؟ من يختار الفيلم؟ اللي وهل بيعجب الجميع؟ وهل مش عارف مين؟ وش احنا نشخصن شوي. بس يمكن اذا عشان فيلمك خايس الرسمة ذي. خايس فيلمك. بس عشان صار في سينما فخلاص العالم تروح يعني انتوا خويك مثلا لو سولفتوا عن فيلم ولا شيء اللي خلينا نروح طيب نشوفه يعني موجود في السينما غالبا يعني عرفت صار فيه تختار وقت مناسب في السينما يعني مناسب لك. مناسب شنو متى تحب تتفرج؟ يعني متى تحب تروح تتفرج؟ ويكند ايش؟ يعني ويكا لا ما تدري متى في الويكند. انا احب الاختصارات ليه إيه. انت البولي ها؟ بولي إيه. يروح صبح السبت. والله ريسبكت. إيه. بس الصبح يا اخي فاضي. احس ايوه احس ديزني ما ادري مرتبط معي انه صباح السبت راح. لا انا ترى تبون نتحدث عن يوم السبت شوي نعطيه حقه شكرا لك. نعطيه شاوت اوت I love ليوم you. السبت اي لاف يو. والله العظيم والله العظيم. يوم السبت يوم عظيم وانا دائما احاول لك انت تقمعني اني امدح يوم السبت صح. لان انت عندك مشكله مع يوم السبت. يوم السبت انا اصحى متى السبت؟ متى؟ 9 10 الصبح. شفت عنده مشكله عشان نرتب النقاش عشان يصير حوارنا حضاري. حلو طيب الله عليك مره بيطلع بودكاست يضحك بس كل واحد يقول اليوم المفضل بالنسبه له. السبت بس مفضل في نواحي موزعه انا. انت كل يوم عندك يوم؟ يعني لا يعني وش بسوي في ذا اليوم؟ يعني مثلا زي السينما مخليها احد اثنين. لا عشان العرض وش حق موفي اللي ب 25 ريال التذكره. صدق والله في عرض كذا اقبح يوم الفقر الاثنين. لا. واجمل الفقراء. هذا جزء إيه. بس لا لانه ما ابغى اسمع في الويكند انا حاضر اسمع هذا وش يقول. هذا يقول انه يريد يقتلها لا ما ترجمي لها الكلام هو قاعد يصير
او وراك انتبهي يا فهمت؟ ولا يجيك واحد في مره كنت اتابع فيلم كذا بخيس حق تمساح اللي يدخل، عرفتوه؟ نسيته قديم اللي كذا. واقف اللي توتر لا لا ما دخل سنكرايب. لا بغيت اجيب العيد. وش عرفت التمساح؟ ما ادري الزبده فيلم وش اللي يدخل في البيت يدخل في البيت ولا مويه تجيهم هاي تجيهم واقول الماء يقف ولا يقف. لا يقف. نروح مسرحيتي هذا خروج عن النص يا جماعه. لا يا اخي ايش صاير اسمع، تدري وش اللي يقهر مثلا التمساح كلنا ندري انه بيجي من اليسار، حتى الممثله ترى تدري بس هي قاعده تمثل عشان كذا اسمها ممثله. فهمت ليش انت تنبهها تقول لها هي ترى على يمينك ما يقول على يمينك على هجاجك على قاعد توصف قاعد بحط يوصل له إيه. عادي عشان كذا انا اختار الاحد او الاثنين لانه صدق احد والاثنين. ايش اكثر يوم تحبه انت؟ انا احب الاربعاء ليش؟ لاني متعلق فيه من زمان. اخ عشان حسبت الحلقه تنزل كل حلقه اربعاء. هذا السبب، الله يرضى عليك. بس متعلق من زمان يوم كان الويكند اربعاء وخميس. فهمت؟ فالاربعاء بالنسبه لي ترى هذا من النوع اللي يقول الربوع تزين الطبوع. ايه عارف واللي ما ينبسط الربوع. يا عيال والله تراه مربوع. اقول لكم شيء، هنا الحين احس الاربعاء ويكند تشبك سهره يوم الاربعاء. الاربعاء خميس عادي عوادي. لا تجاوزت انا جاتني فتره، يعني انا عقب القرار، تذكر القرار يوم جاء انا قعدت الظهر اكثر من سنه اجلس اتاقلم ان السبت دوام، ترى في الاحد ان السبت اجازه. ترى في احد معنا في الغرفه ما يدري وش القرار، ما يعرف ناصر. اي ما يدري وش. لا شباب والله لحقت والله. لا ما لحقت والله العظيم والله الى رابع ابتدائي. يعني ما لحقت. رابع ابتدائي تذكر ايش سويت انت؟ اكتب حبر. رابع ابتدائي رقم سامع عليه قرض عقاري. رايح البنك، رايح مرسم المدنيه مرسم رايح معاه ملف اخضر لا قرض. لا يومك المفضل السبت صح؟ السبت. ليش؟ السبت انت اول شيء يعني ريحت ولا انت عندك مشاركه؟ لا كمل. عادي والله انت لا خايسه كمل. خايس الرسمه خايسه. يوم السبت انت نايم مرتاح الجمعه وامورك طيبه، تقوم السبت من بدري كل شيء فاتح. السبت الجمعه مثلا لو تقوم الصباح لا في الجمعه مقفلين العالم. فوالين فاتحين. متى الجمعه الصباح؟ إيه؟ لا انا ما ابغى اكل فول، يعني ليش يعني اقول يعني بس في غدا بعد الجمعه غالي والله. في ناس تفطر، تعرفون في ناس تفطر بعد صلاه الجمعه. ايه في ناس نواشف في يوم يوم الجمعه غريب. يعتبرونه فطور. يصلي الجمعه يرجع يفطر، يرجع يصلي الجمعه ونواشف. ليش؟ جبن مربى. وفي برضو في ناس ثانيه اكتشفت في رمضان ما ياكلون بعد المغرب، يعني بعد الاذان ياكلون بعد التراويح. اي غريب. تعرف انه في ناس زي كذا. ابغى اتذكر وش يومك المفضل عشان نكمل. اوكي دخلت في رمضان. لو صملت شوي انا قلت يومك، خلي الشهور بنجيها بعد شوي. الله يبلغنا. لو صملت هذا من النوع اللي في كل مره كل لحظه تزين الجلسه تدري كم باقي على رمضان. الله 64. فاي السبت تقوم بدري. يا اخي ليش قلتها؟ مخي يشتغل في رمضان. اسلام تقوم بدري، الامور شغاله، كل شيء بعد فاضي، هدوء، شوارع تخلص امورك. والله العظيم انه في كميه انجاز، يعني توصل الساعه 2 3 الظهر انت مخلص كل شيء. انجاز مخلص ايش كل شيء؟ مودي مثلا سيارتك تحتاج صيانه توديها وكاله. انت كل اسبوع تصين يعني مثلا اقول لك من ضمن هو ترى ما سبه لك، هو قاعد يمدح حمص. لا هو بالنسبه هو ضد السبت. غريب عادي هذا الحوار. ليك وقتك بتجاوب. طيب قد خذنا بنقول وش تحب وش تكره. اوكي صح انا خلاص. خلاص تصين خلي يصين سيارتك، ما بغى يا اخي. وش تصين؟ صح تصين هذه كلمه تنقال. بس في سي اي اسلم. تخلص صيانه السياره، مغسله، تودي مغسله ملابسك، مدري وش الدوام اللي انت ساكن فين؟ صلى على النبي. بس أنا سينما مأجل فيلم ماثيو دافه اليوم السبت. عشان كذا انت مقهور. دفيت للسبت الافضل يوم. والله اني حطيتك في السبت يا ماثيو وخذلتني. اوكي ومتى شفت؟ ظلمه مره ظلمه وش ستاير بس. اسلم. دفيت ماثيو للسبت. يا ساتر. وش بعد ذكرني؟ اذا حاب تغسل سياره برضو تقدر. شريت فشار. يعني السبت تقدر تخلص. هو ما طلع السبت كله مفتوح ولا راح. صدقني والله العظيم تخلص شيء كثير بس من 11 الى 3. حلو. بس ما تكره السبت انه هو اليوم اللي بعده دوام؟ لا بالعكس عادي ما عندك مشكله، يعني الدوام بيجي مغرب السبت والعيش السبت. لا اشغله فكوك
لا غير صحيح بالعكس. الاسئله اللي جوا الحلقه. يوم الفكوك. اسلم. واليوم اللي تكرهه وشو؟ اللي هذا اليوم لو يشيلونه من التقويم. مو بتكرهها يوم يعني ما هو مفضل عندنا. ما هو مفضل. نختار مصطلحاتنا بعنايه. الله عليك. كلها ايام الله. الحين بيقول يوم ميلادي. اسلم. ايه انت شب عليك ذاك اليوم على يوم ميلادي. قالوا اسامه صح يا اخي جمهور. خلك الجمهور اليوم لابس لهم بيج. يلا. كأنك بيت جالس هنا. المهم لا بس بقول لك شوي بعدين. مو بحلوه النكته. قل كنا ايش؟ لا بعدين اقول لك. بيت الدرعيه. لا ف الحيوان. هذا الطقم تنتف لين قال امين. طيب وكل يوم يتفوق اوس بنتفه. اول نتفه جتني قال انت رايح تلعب بولينج. هذا واحد. ما علينا. منطقي حلو لبس بولينج كول مش عارف مين. قال يا اخي انت ولبسك كانك تشتغل في الطائف. تعرف اللي يغرف لك الفول ويطلع من ورا يحاسب. اللي كمام دايم هنا ولابس جلافز مقطع. يذوق وهنا تلال الطائف. تلال جبال الطائف. مو نفسه مو بالاصلي. المهم فايد كان في سؤال صح سالته. اليوم ما تحبه. يوم ما تحبه. يوم مره ما تحبه. ممكن لحد لا عادي يعني ما عندي يوم غير مفضل عادي بالنسبه كل يعني كل الايام مناسبه. اي ايام عادي بس اميزها السبت. انت سامع وش يومك المفضل بما ان انشغل ابو عيد؟ جاوبت انت؟ ايش فيك انت؟ خلص ترى ما احنا ماسكين سرة. ربوع. يأشر علي جاوبت انت خلاص. اي طلبت انت. اي طلبت. بعدين الطلب مو عندنا. الفول المنفعه. طلب هناك. سبقتك يا اخي. اي داري والله يدري. اسرع. انا الاربعاء برضه. الاربعاء غريب يا اخي الاربعاء. اقول لك ليش؟ لان الاربعاء يقول لك خلصنا الخميس حلو بس خميس جمعة سبت فبدأ الويكند فعليا. انت من النوع اللي يحب ليلة العيد ما يحب العيد. ايه ليلة العيد اللي هو يلا بكره حماس فيعطيك شعور الحماس بكره خميس. وعيدكم فكوك. لا يعني عادي عيدنا حلو. انت متعلمها انت. فالاربعاء لا انت قاعد تقول كل شيء تعلمته. فالاربعاء يعطيك هذا الاحساس اللي ايش الحلو اللي بكره خميس. روقه تعرف خويك اللي يا ابن الحلال. هذا الاربعاء. ما ليش احس سامي النوع اللي يقول روق المنقص؟ اي والله انه هو والله المانجا. هيص يا اخي خلي في بطنك بطيخه الصيفيه. روق المانجا يحب احزولي قلنا. فالاربعاء ما تحس وفي ارث حلو. ما تحسه طفيلي يعني يعطيك شعور سعيد بناء على الخميس مو بهو. لا بالعكس يا اخي ليش الاسئله كذا؟ اي ما ادري سؤال معقد على يوم تحسه اربعاء. طفيلي ما مدير الروتنامه. ترى مو بجنين هو حسب الاجنده. طيب واليوم اللي ما تفضله؟ انا بوديك السبت. عارف ليش انت معصب؟ السبت يوم السبت نهايه ويكند انت كنت على قولة ابو محمد مصهلل. تصحى السبت يبدون السبت ايش يبدون اللي ما خلص مهام من الخميس يبدا يرسل لك يا عمي فكر. في شغل اوكي. الغلطه اللي ارتكبتها انك صحيت بعد الساعه 2. اذا صحيت بعد الساعه 2 يوم السبت ودع يوم. مش انا كيف ودع يوم. انت تصحى السبت. قلت لك 9 لا 9 جنون 9 ليه 9 حط منبه يوم السبت تدري. يلا تفضل. لا انت كريه. اي حط منبه يوم السبت عشان اقوم. جعلي ما أرى انت من النوع اللي اذا صحيت تقول رايز اند شاين وكذا وش تحسب النوع اذا صحى يقول عادي بس يعني ايش رايز وتشيكن انا اقول رايز اند شاين يعني وش يعني يعني ما استيقظ واشرق. استيقظ واشرق. هي ترجمتها هذه عشان كذا ما اعرف معناها. ما عمري صحيت صوت. انت من النوع اللي اذا اعرف او زين تصحى كأنك اختي حادث. يا سيدي والفتيحه اللي انا في صاله. انا اللي انام في مكان مو في مكان. الضيف الدش ما اعرف اللي تحطه في الكنب تخليه 5 دقائق ترجع تلقاه نايم. كيف نومة السيارة على طاري النوم؟ لا مو في السيارة. ايش يوم يبيك ايش يومك المفضل؟ انا احسب كنت اول واحد مسوي اخلاق وفاتح السالفه. اول مرة ارحب بالبودكاست والله ومجهز يلا كلنا نسأله وش يومك المفضل يا ابو عيد؟ وعليكم السلام. صباح الجمعة لأن الزباين الساعة
حاط حقة العمليات. شراف وزنوبة. وانا اللي ضبطك خلطه اسكب بدون ما ناظر بالملعقه كذا. يمر عليهم كلهم بالعقل تقول لا حط زياده بصل حطها بيده. اسلم. يا ربي. وش يومك المفضل؟ اسلم. انا اتفق واختلف معك. ايوه السبت افضل ايام الاسبوع بلا منازع، اتفق بلا ادنى منازع. وافضل قرار صار في موضوع الاجازه يوم تغيرت صار جمعه وسبت. ليش؟ لانه السبت هو يوم تحس انه ختام الاشياء. انا قاعد اقفل الاشياء هذه، انا قاعد اسدد ديوني حقت الاسبوع الماضي، انا زعلان الاسبوع الماضي ولا مضغوط الاسبوع الماضي، السبت هو قاعد يحقق هذه الاشياء. انا ما نمت الاسبوع الماضي، السبت قاعد يحقق هذه الاشياء. السبت بالنسبه لي هو يوم اللا التزام. هو كل يوم بس السبت بالذات اللي هو اللي ما حد يطلب مني شيء، ما حد ما يبغى في مني منبه. شيء. إيه ما حد يطلب مني شيء، ما في منبه، ما راح اصحى الا متى ما اصحى. هذا شيء نادر خلال ايام الاسبوع اللي تقول انت تنام وتصحى اللي تفتح عينك تقول صحيت. هذا الشعور ما يجيك الا يوم السبت. طيب الجمعه فيه التزام، فيه صلاه الجمعه، في غدا العائله، في روحه، في جيه، مش عارف مين. يقارن او ينافس يوم السبت روعته قيلوله يوم الجمعه بالنسبه لي. ما اعرف هذه. انا قيلوله انا ما اعرف اقيل. ايه هذا 30 سنه انا ما اعرف اقيل. الموضوع اللي يقول لك خذ لك ناب 30 ناب. دقيقه إيه. في العمل. إيه. طيب وكذا تقعد في كرسي المكتب وحاط حق الطياره ذي. في عندنا واحد من الزملاء ورب البيت شاري ليزي تشير عنده في المكتب بعد كل غداء. طيب يدخل مكتبه يصك ستاره حلو، يفك الليزي تشير، يقفل الباب حق المكتب. طيب واو. وينام. واحسب له انا ما عندي شيء في الشغل يعني. ايه غالي. احسب له 20 دقيقه اسمع منبه ويصحى ويكمل شغله، فك ستاره. يفك السياره وشغال اموره عزف قانون. تكفى لا توصف زياده. في واحد بدا يطلب الان والله والله العظيم دخل يطلب. انا ما اعرف. انا مره في الدوام قاعد يعشق بدا يتعود. انا مره في الدوام الساعه 5 كذا نهايه الدوام كنت احتري رد معين من العميل بناء عليه بنكمل شغلنا. فقلت للتيم خلاص انا بكمل في المكتب. قعدت احتري هذا الشيء، قعدت على كرسي عندي زي الكنبه، قلت خلني ماذا لو غطيت لين يجي لي الرد. تعرف الساعه 12 نص الفجر الليل صحيت. تعرف هذه اللي انا وش الساعه كم تسمع صوت قال لا 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 بعد بقى التريلات في الشارع. ايه خلاص قال وات كانت قيلوله والايميل وراه ايميل كان لي ريمايندر مرعب. انا ما اعرف اقيل، فاذا انت تعرف تقيل ارجوك ارشدني لطريقه. اي ما شاء الله تبارك الله. انا حاولت اسويها انا قريب. قيلوله انا عندي نيمومه. انا اغيب. طيب انا بقي شباب الان بقيل ونذاكر الجو هذا ما في بقوم على اختبار. ما في حركه يتقالها اسامه حقت القهوه، اتوقع هذه قريتها برضو. ايه انك انت تتقهوى قهوه قبل الباور ناب. تفضل. انا طايح في الباور ناب مؤخرا. تصير نشيط في الحلم. ايه لا لانها تشتغل. لا لاني انا كنت زيك ما اعرف اقيل، واذا قيلت نكد اصحى منكد والنفسيه، وحتى لو مكيف شغال تقوم معرق. اي وتحس انك تركض شيء صعب. واكثر من 30 سنه ما اقيل ابدا لين ضبطت الباور ناب حرفيا 20 دقيقه. كيف 15 دقيقه الى 20 دقيقه تصحى منها إكا امورك تمام. لا اسمع لا تذكر قال إكا روق المانجا. والله روق المانجا حبي هذا هو. ما ادري كيف يعني لا تنام في سرير وكذا يعني كذا هي على الكنب على بس هي مريح برضو. طبعا انت تسويها اوقات دوام؟ لا انا اسويها بعد الدوام. اطلع من الدوام انت قيلوله بعد الدوام بس 20 دقيقه مستحيل. انا بدخل اليوم انا مثلا اخذت قيلوله بالضبط من 6:41 الى 7. انا اسويها في الزحمه. لا لحظه لا تكمل. راجع البيت فهد ربع 40 دقيقه الطريق. ناب رائعه. قيل في السياره وانت تسوق ايام الدراسه صدق انت ايام الدراسه ايام الجامعه والله يا كم موقف والله كان موقف محرج. قد صحاني واحد من الطلاب
اوكي بس في المواقف انت واقف اي هذا انا تعرف اللي بروح اسمع المحاضره الساعه 8 الساعه بصلي الفجر اروح واخذ لي غطه مدري ايش قاعد اي كذا. مدري بس اخذ لي غطه قبل المحاضره طيب قد سويتها الساعه 12 الظهر. اوه تعرف اللي منك انت منفس الوضع. مره راجع الطايف حلو مطار واخذت تاكسي تذكر تكاسي قبل وقت إيه. شايب الساعه 2 الفجر حلو تعرف شعور لما توصل البيت انت اللي قاعد تسوق والله ما قد سويته يا اللي اعصابك انت لا اللي ريح يا عم ريح. ايه عيال تخيلوا كذا ما انا قاعد لاهي بالجوال ولا شوف السياره تحذف يسار مو يمين لفيت كذا لقيت الادمي متسند كذا راسي شكله انقتل ذا صحيته كذا قلت يا عم قال لا وصلنا قلت لا قلت له وقف والله ترى صدق السالفه والله وقفت كذا والله حزنت عليه يا اخي الى الله قلت انا بسوق قال لا والله قلت يا عمي ريح والله وتك كذا شويتين ذب لي سالفه رسم نص الطريق وراك صعيت عند البيت ريت قلت انا وصلت قال ما قلت والله يا عيال والله حط الفلوس في جيبه ودخل. يا عيال والله حاسبت ترى والله صدق حاسبته وعندنا مين جانا الطايف انت جيتنا شفت الحواري في مواقف الناس يوقفون عشوائي يا عيال صحيح ما نمت اصلا الساعه 6 كذا ولد عمي تي قال امشي خلينا نروح نفطر قلت يلا خلينا ننزل وحنا رايحين نفطر يا عيال لقيت التاكسي واقف الرجال نايم والله العظيم لا انا رحت لا دقيت الباب كذا قلت له رحمته والله لان اتوقع مشوارها السابع في هذا اليوم. اي دقيت قلت له عم امسك خط طايف مكه 40 مره ابو عيد هذا القفله حق الغله ابو عيد الشياب ترى قلقهم لينا رحت دقيت قلت والله بيتنا كبير قلت ريح فوق زي كذا اول ما صحيت زي كذا قال خلاص مو حاسبتك والله كذا قال لي قلت لي حاسبتك بس تنام قال الله يعطيك العافيه يحسبك صحيح عقب 10 دقائق ما يذكر دق اللطمه ورجع سند يمين انت راعي خطوط. لا انا جتني فتره داوم في الشرقيه حلو فلاني احب ما سويت لي فعاليات في الشرقيه فانا الويكند كله في الرياض اطلع من الدوام الساعه 5 العصر اشغل السياره ما يردني الا المعلق عفوا ما يردني الا ملك طريق الدمام داخل الرياض حلو والسبت اقعد لين اخر نفس الساعه 2 الليل 2:30 واشد واحرك الدمام فتجي انت تجيك لحظات اللي هو انت ما عاد تقدر انا كذا اللي ترى صوت الغانم هذا الجو بس هو الطريق فاضي فربك يحميك فجتني لو شطفت ذيك الايام يعني قبل كم سنه شفت كوريلا واقفه على عند محطه هذا اللي اجي اوقف نسم الدريشه شوي نزل مرتبه اخذ لي غطى ابو 3 ساعات ساعتين ونص ما يصحيك لك انا اعبي بنزين وامشي وصار عندي تكنيكس كيف اقاوم النوم فاقدر اعطيك نصيحه الان كيف تقاوم النوم في الطريق مو بالاغاني مو بالسوالف مو هذا هو شيء واحد اللي يشتغل دائما الاكل مستحيل ترقد حط لك فصفص مكسرات عشان كذا حق الخطوط دايم مع اي لان كذا هذا يروح ها اسلم شو يقول على حسب اسلم وبس لا على حسب الفصفص طيب او احيانا شغل شيء يضحك فاتذكر اني قد شطفت الرياض دمام رايح جاي على ساينفيلد على فريندز على لا بس هذا يعني لازم تشوفه لا انا حافظ حلقه تشغله بس ايه وهو ما يضحك من الطرق وقف على اليمين يا راعي الكريلا دقيقة وقف على اليمين راعي الكريلا تضحك لحالك مريض انت في عندك الاكل في النوم في الطريق يفك يوخر النوم غصب ما جربت تصدق لا ما قلنا بس انام بالسيارة يعني اوعدك اجرب اذا ماسك خط طويل نزل لك حبه ونص لا اضرب في والله تاني اعرف واحد سوى الحركه لا شيء في الزحمه يقول له حط الحبه نص حبه على المرتبه صادق والله العظيم والله العظيم يا اخي يعني حياتي الفهد يعني من هنا ما فيها متعه يسوق كذا لا ويحط شطه ويحط شطه وبعدين مع هذا يصير خلاص عنده حافظ الوزنيه يرميه من هنا ثاني يوم تركب معاه ايش في الحزام ما يقفل كله رز تقفل حساب تلحس اصبعك لا بس عززت بس ابو عيد تدري انك كنت بديت في ذي كنت قاعد تقول عن قيلولة الجمعة هذه متى؟ بعد الغداء بعد الغداء اي بعد الغداء اوكي كريم لا كذا الجمعه بعد الجمعه ونرجع مرة ثانية السبت هو اليوم المفضل
لانه اسطوره الاساطير، وهو يوم لا شيء. ما عندي مشكله اني ذاك اليوم ما اسوي ولا شيء، انا في البيت، انتهى الموضوع. هذا واحد. اليوم اللي اكرهه ثلاثاء، والله كاريه، ما له محل من الاعراب ابدا. انك تسميه ثلثاء واسمه ثلوث. اسمه ثلاثاء. اي بدري بس لا ثلاثاء كريه ثلاثاء، لا هو بدايه اسبوع ولا هو بنهايه اسبوع ولا هو مش عارف مين، والمشاعر فيه مختلطه، وتوك بادي اسبوع فالشغل تو منضغط، لكن الويكند بعد يومين كريه ثقيل. ما ايه خلاص وصلت. يعني لو تلاحظ ما حد عنده استراحه يوم الثلاثاء ترى، او عنده جمعه مثل ما حد. ثلاثيه غالبا الاثنينيه. يعني الثلاثاء تحطه في شخصيه مين؟ لو نقول شخصيه شو الوهقه؟ احد نعرفه ولا بشكل عام؟ بشكل عام ما هو احد نعرفه. شفت فهد الحيان الله يرحمه يوم كان حاطي؟ ايه وشو له هذا عندك فقره ناصر؟ انا عندي فقره. لا العاده فقرات عند المعد هنا. عندي فقره اسحب انت. جايين معكم فقراتكم؟ جايين معهم فقراتهم دولي ولا ايش؟ ايه فقراتنا معانا، وفقره اسمها من راعي السالفه. من راعي السالفه، برنامج جديد مخرج 8، تقديم اوسن فيعي وعزام الوابل. متى قريبا جدا، اتوقع انها نزلت الحلقه. فاللي ما شاف الحلقه يروح يشوفها الحين، لانه الان مخرج 8 مو بس وش كنا نقول. اوكي في برامج لازم نشتغل على انفسنا يا شباب. لازم نبدا نجيب حلقات، نجيب يعني اذا ودكم. سمعت ان في البرنامج هذا في واحد ورا الكاميرا. اي احنا كل برامج مخرج 8 في شخص خلف الكاميرا، بس ما سميناه المعاون، سميناه الراوي، ونفس عمر ناصر برضه. نفس الجيل، يشتهي على عمره 3 سنوات 4 سنوات بعدين يحط ضيف. الراوي والمعاون رهيبه. طيب فوش ونبيكم في حلقه ان شاء الله. شربي نستضيفكم في حلقه. شربنا تم تستاهل والله. هل تبون نلعبها؟ نجرب جوله؟ نجرب، انا ما عندي مشكله. الراوي اشرح اللعبه. طيب ابى اقول لكم الان سالفه صارت الواحد فيكم، بس انتم ما تدرون صارت لمين. حلو. الا راعي السالفه هو يدري انها صارت له. فلازم يحاول يبعد الشبهه عن نفسه ويوقعكم في بعض. يوقعنا في بعض. يوقع. انتبه. يوقعكم في بعض. افهم من كلامك انه هذه مصي فخ. فنبدا. انا جاهز. طبعا وشو اذا خمنت راعي السالفه وقفته فلك 10 نقاط. حلو. واذا كنت انت راعي السالفه وابعدت الشبهه عن نفسك ولا حد صادق فلك 20 نقطه. حلوين. اول شيء حاب اقوله، انت كتاب مفتوح، بعدين تاخذ تصويت واحد كذا ولا كيف؟ نعم. يلا خل نشوف. بقول لكم السالفه ثم تتناقشون، تحللون لكم يعني اسئله بسيطه. حلو. 5 دقائق. حلو. بعدها ناخذ تصويت. يلا بينا. طيب نبدا. واللي يبغى يشوف الحلقه بشكل اطول هي موجوده نزلت. توك عارف انها نزلت. صح. معليش ماني مفعل الجرس. السالفه تقول مره اهلي تقفل عليهم مصعد في مطعم، جلسوا 1.5 ساعة الين جاء الدفاع المدني وانقذهم، والحمد لله طلعوا سالمين. لكن زعلت اني انا ما كنت معهم عشان اطلع بطل القصة وانقذهم. شوف سالفة بطل قصة، اول شيء مو بناء وما بطل قصة. لا لحظة، انا ابغى احلل شخصياتكم بناء شباب بدون حلف. الجزئية عادي احلف. والله الجزئية الأخيرة احس تبين شخصية مين اللي وش قال ابغى اطلع بطل قصة. ابي اطلع بطل القصة. تحس مين انت؟ احس انه بعيد. صح. شوف احنا سوينا البرنامج صورنا اكثر من حلقة. صحيح. وش اكثر شيء او نمط متكرر راعي السالفة؟ انه هو اللي يبدا الكلام. صح. والله اللي عشان كذا حبيت اتكلم. والله اول ما خلص السالفة قال شف هذه نظرك، بعدين قال بعيد باص عيون ايش فيه. يعني تتغدى فيهم قبل لا يتعشون فيني يا قفيطة. انا داري قبل لا اتكلم كنت بقول ما نبي نتكلم عشان لا يحسبون ان انا خلي السالفة. والسالفة حقتك ما فيها قفلة. بالعكس هذه فيها قفله. ليتها تقفل المصعد يا ابو حامد. تقفل المصعد يا ابو حامد. المصعد وش تسوي يا ابو حامد؟ وش تسوي؟ يا ليتها لي بالعكس. بس اسالك سؤال، هي كانت يوم سبت يا ابن الحلال؟ لو السالفه لي بغي جاوب. لا بغيت اقول والله ذكرت ما في حل. شوف السالفه انا متاكد انها بين اثنين. مين ومين؟ يا بازيد يا بازيد. لان ما لانه انا اتابع البودكاست حقهم. انا ليش ميتك؟
لان احنا تيم. هذا لا اخي ترى تيم. قاعدين يلعبون لعبه طيب غذره. انا داري حقت مين لا لا وانت خالص. هذا يحب شعور البطل دائما، يحب انه هو حتى في البود انقذت الليله يا شباب، في الحلقه البودكاست ضبطت سواليفكم يا عيال، مش عارف، دائما يحب صوره البطل. حتى يوم ما اعجب الفيلم قال ظلام، مع المشكله في شاشته، مع ان الفيلم حلو. مع ماثيو ماكونهي اللي قاعد يمثل الله. الفيلم ما اعجبه. انا اقول السالفه سؤال اصلا مصعد في البيت. مطعم عادي. لو في البيت بنروح انا ودي اسمع من بازيت. هو شخص يطلع مع هلا في مطعم. حلو. تدري متى اخر مره كلمت ابوي؟ شوف انا الاقرب عبادي ايه يعني فعاليات عائليه ايه وهلا ينحبسون في مصعد. شو العيال هذه هابتس في العائله ولا ايش؟ لا لا احس من النوع اللي يقول بروح اقرب السياره عبادي، ايه فنزلوا هلا في المصعد. بس ابو عيد برضو صار يدافع بشكل مستميت. صح. انا الصدق شاك في ابو عيد. انا اقول كامل الان. اي كلنا نقدر نقول مسالفتي. انا بساعد اقول لكم الصدق. وفي واحد ترى من اليوم ساكت وسمه لا بس احنا ما نقول مصعد اسانسير فيعني مو صح. ملاحظه والله ملاحظه جيده. ملاحظه رئيسيه. انا اغير في صياغه السالفه. لانه لو قال اليفيتر اعرف راعي. شوف وذا بعد يمكن بالله طيب شوف عادي عيدها ثاني مره. ودكم اعيد؟ ممكن يعيدها ثاني مره. يلا طيب بس ليش اقول لي فيه انا؟ مره اهلي تقفل عليهم مصعد في مطعم وجلسوا ساعه ونص الين جاء الدفاع المدني وانقذهم والحمد لله طلعوا سالمين. زعلت اني انا ما كنت معهم عشان اطلع بطل القصه وانقذ. ما كان معهم ابو عيد. اوس هو في الرياض وهلا في الطائف. بس ما في مصاعد في مطاعم الطائف. الا مطاعم ذاك الطائف حق البخاري بس اللي لا صح بالعكس كلها دورين جبال. باخذ تصويت عبادي. انا اقول ابو عيد. سالفه ابو عيد. ارفع اصبع. اوس. انا اقول عبادي. ارفع اصبع عبادي. اوكي. اوس. نقول اسانسير. وابو عيد صوت على مين؟ شوف بسوي تكتيك، لأن لو سالفة أسامة بازيد كذا بيفوز. أسامة بازيد تعهدوا. طيب لا واحد بياخذ 10 فقط. شلون الصح اللي جاء اللي لقط احس كنت احس كنت صح. اوكي راعي السالفه هو عبادي حجاي. يا اخي برنامج اكيد بعرف. والله اني كنت شاك فيه. طيب عبادي عطنا السالفه الحقيقيه كامله. اقول السالفه هذا ما يصير اقول اسم المطعم بس مطعم مشهور في الرياض. والله العظيم انك جبتها. تكنيك ناس. سنه من السنين صلوا على النبي يا جماعه. انا مهتم البودكاست. لا جد اهلي راحوا مطعم هنا مشهور كان في الرياض بس قديمه شويه يعني صار يمكن 10 سنوات ولا اكثر وعلى ايام تو بادئ المصاعد الظاهر. كنت كبر المعاول. فالمهم ودخلوا المطعم وتعشوا عاد وش كان اختي وش كانت طالبه يا ربي. تفاصيل ممله. اخلع عاد الورق عنب حقهم ما كان جيد يعني. المهم انت وين كنت فيه؟ انا ماني فيه والله في البيت او اللي طالع هم طالعين مع اخوي الثاني. كان ظهر سبت مع اخوي. ليه اقول اخوي الثاني مع اخوي مين الاول؟ فطلعين مع اخوي ذا وكان دورين المطعم خلصوا طلعوا الدور الاول تغدوا ضربوا في النعمه الحمد لله. هم نازلين يا ولد وهم في النص قال لك عرفت لما يعطيك كذا لا ما وقف كيف انه طيب ضرب طنب اضغط جرس ما جرس فك تليفون يا هو ما عرفوا طبعا ما الناس مشغوله كذا. الناس مشغوله اي دقعد دفاع المدري وجاء بس طبعا ساعه ونص هاي تبهير يعني هي اقل اتوقع 40 دقيقه 45 دقيقه وما كلموك. وبعدين لما جو البيت اعطونا السالفه بس الحمد لله سالمين والامور طيبه. فانا راي السالفه صحيحه تعرف. فكذا 10 نقاط لاوس الدفاعي. طيب السالفه الثانيه تقول صاحب البدله كنت حاضر زواج بالنيابه عن اخواني ويوم جيت اسلم على ابو المعرس سال عنهم فانا في وسط المبارك ومبروك ما جاك وما ادري وش قال لي وين اخوانك فانا قلت له يعني انا ان شاء الله فيني وعلقت. كان قصدي فيني الخير والبركه لكن هو قرر يسكت وينتظر وش بقول. قال فيك وشو
بس انتهت السالفة. هذه هو قال مبروك ما جاكم في الزواج. ما لا يعني هذا اوكي انت إضافاتي من عندك شخصية. اي اوكي. لان لو قال مبروك ما جاكم هذا ابو عيد. لين الحين ابو عيد. احسك ما تعرف هذه المواقف لا والله تحدث طلق. اعجبك والله. السماجرين والسلامة احنا جيناكم وان كان هاي كثيرة وتستاهلون وان كان قليلة وتسمى المحبة اللي بيننا. لا كويس والله نعم. كلنا نعرف نقولها الان وحنا جالسين على الكنب. طيب ابو عيد ماجورين والسلامه وكان كثيره تستاهلون. طب قل فيه الخير والبركة. المحبه ايه قل فيه الخير والبركة. فين الخير والبركه. قالها بسرعة. قال الصراحه. بالمناسبة ترى في احتمال انه عبادي يعني انه بعد اي ترى هي يعني كثير لا مو سواليف. لان اذا كذا ترى القفلة هنا بيض. هي بيض بس إيه. انت دققت على القفله. هذا الشكوكي زادت عليك ابو عيد. طيب فكر فيها دقيقة إيه؟ بان عندك اخو واحد انت لا الحمد لله عندي 4 اخوان. في العسكرية. ما قاعد عندي ما قاعد أعرف. تساعد نفسك في العسكرية. ايه عندك 3. ها عندك 3 اخوان. عندي 3 اخوان واخت ف4 اخوان. لان الاخوان ما تشمل الذكر والانثى تشمل الذكر والانثى اقصد. طب وش ليش انا قاعد احجر له لا، ما ادري لو وش كان هذا. عنده اخو واحد فبيكون مو منطقي انه راح العزيمة عن او العرس عن اخوه. انت عندك اخو واحد اي انت برا السالفة. انا برا السالفه من زمان. احس ما ادري انت كم اخو عندك؟ كثير. عندي 4. ما شاء الله تبارك الله. قبل السؤال ولا بعده؟ انت اخو واحد صح؟ لا الحمد لله كم؟ 6. هذا هو. لا ما هو سوليد يعني. اي بس لا نبي نعرف اول. يمكن طيب، عاد صياغتها أوس. خلاها اخوان. او خليك معي شوي. السالفه هنا حلو. انا اقول ابو عيد. احس انه ابو عيد. انا بعيد ابو عيد. ترى مو بنا هذا واحد. تفسيرك اللي قبل شوي او تفسيرهم يوم انت اقنعتهم ما ادى لنتيجه جيده. بس صح طلعت كذاب. طلعت كذاب واخذ النقطه اوس الحاله. اي فليش تبي توقعهم مره ثانيه؟ وانا كنت تبعدنا عن السالفه وهي سالفتك اللي قمت تحق. وهذه من لغه الجسد ترى يقول يا لغه الجسد. الكاذب يمسك خشمه خوف من الحقيقه ان تخرج. لا لا حقيقه او اشياء اخرى. انا عموما يقول لك هذه لغه الجسد. إيه. الكذاب يقدر يمسك الخشم والحقيقه بتطلع غصب. في لغه جسد كثير حلوه لغه الجسد. انا باخذ فيها دوره ان شاء الله قريب. تدري شو مشكلتي مع لغه الجسد اللي يسميها لغه جسم. لغه بدن. اول مره صح. والله العظيم ذاك يوم دكتور في الجامعه قاعد يقول لغه جسمك لا طيب اوس تحليلك وقراءتك للمشهد. والله ابو عيد احس لان ابو عيد راعي مواجيب. والله شوف انا بين ابو عوض وانت الصراحه. انت راعي مواجيب خذ العلم. مو انا. طب صدق صاحبك لا انا مو انا. ما قلت انا قاعد اقول لك ايش تاخذ نقاط اكثر عشان تفوز. تخيل البرنامج يا اخي لا تفوز في البرنامج ولا تفوز اسلوبك وترى قبلها انت اعطيتهم محاوره هنا فوضعك لا. ابو عوض صدقني. انا ما بين عبادي. ليه؟ لانه نمس هو في خلبوس. وابو عيد لأن أول ما بدأ أنا أشوف إنه بدأ يبرر من غير وين جيتكم واحد وجيتوني جماعة. وتشز رهيب. وتشز بعد جماعة وتشز. أنا قرأت الغرفة ترى ما انتبهت وهو يقرأ السالفة كنت ناظركم واحد والله كلكم أمامي في الماسح الضوئي. كلكم أمامي في غرفة الفار. يعني يبان شوف كيف طول هو يشرب عشان يخفي ابتساماته. الصفراء. كذا هو اللي هي أنا ركزت كثير على لغة الجسد المرة ذي. ليش؟ لا لغة الجسم. المشكلة أنا قاعد أشرب بداية الحلقة لأن حلقي تعبان بس الحن إيش؟ تصويت خلاص تقول تصويت شباب. صوت في أحد يبي يدافع عن نفسه أو يلقي تهمة. مو بنا. بس أوكي. طيب عبادي. أنا أقول أسامة بازيد. أرفع. أبو عيد. أرفع أصبع. تطردني من الأشياء. بازيد. أبو عيد. أرفع أصبعين. أسامة بازيد. أرفع أصبعين. لا باقي أي صحن 4. راعي السالفة هو الصينيين سيا أو لا أسامة بازيد. أيوة والله طلعت راعي مواجيب يا ولد. أنت إيش تبي؟ ترى هذا سوشيالي تكنيك. هذا اجتماعيا ترى مو أحلى شيء.
رهيب في الاجتماعات، انجليزي ومش عارف مين وكي بي ايز اسطوري، بس حط انت الرياجي ترى يبلش. لا لا والله فيني، خلنا نسمع فيني. السالفه. لا والله وفي يبدا يغني. لا والله وفيك الخير. فجاه يطلع العود. السالفه لا وقال كنت موجود، قال له الضيف ايش فيك؟ قال فيني زكمه. من النوع اللي يلبس عقال لطوف. لا اللي يلمع اسلم، عطنا يسلم عكس. اي شو يحس براي اي واحد لابس بشته والله قد صارت. ما يسلم خدادي، ما يسلمونه يطيح عقاله. مبروك ما جاكم. اسلم. على طاري يسلم عكسك، صارت لي سالفه زي كذا في زواج. دخلت يعني ما اقول انه صغير، يعني في سن اللي يتوقعون منك الان خلاص انك انت تدخل السلام عليكم، عرفت هذه اللي اي يتوقعون منك، هذه اللي ما تدخل بيدك. الله حي نكلم باسمه. تخيلت اسمه هاي. دخلت شموخ، دخلت عزة، دخلت واحد المجلس هذا لعبتي، وش انتو؟ وصلت انا مره جاي داخل ومرسم، اعطيها ذي، اعطيتها ذي، خلاص اعرف انه زواج، فاعطيتها ذي وداخل وخلاص. عبادي ملك زمانه. اي دخلت، وانت تروح تسلم في الزواج، تسلم على المعرس وابوه اللي الثلاثه الاربعه اللي البشوت اللي داخلين في الباكج، حد الصوره يقول في الباكج. اي داخلين في الفريم، بس تسلم عليهم. فانا قربت له، رايح له، والله عيني استغفر الله، لا يصلح عيني، جت ضربت على واحد من يعني قرب لنا، شايب جالس على يمينه وكذا، اللي مبسوط انه شايفني، فاستحيت انا، فرحت اسلم عليه اول قبل له، ولعلي احرجت، هو جالس في الطرف على اليمين، احرجت 70 رجال اللي جالسين كل، فاضطريت امر عليهم واحد لين وصلت عليه. اخواني ورا ميتين ضحك علي. تعرف حق طاش السلام عليكم كيف الحال؟ طيب شو اخبارك؟ قالوا لي غلط تروح. تعرف نوع السلام اللي توصل الرقم 60 تبي تقول اي كلام. اي خلاص مبروك ما جاك. كان هذه غلطة زواج. عطنا السالفة يا طويل العمر. رحت احضر زواج اخواني ما قدروا، فانا رحت يعني مو يعني انا معزوم بس انه ما قدروا، فاعتذرت للرجال، فهو الله يعطيه الصحه والعافيه سلمت عليه وباركت له. قال وين اخوانك؟ قلت والله انهم يعتذرون وما تيسر لهم، وبس ان شاء الله انه يعني انا فيني تعرف السواليف اللي وانت تسلم وسط البوسه، اي وراك 17 واحد وانت تعطيها وسط اللي والله انا خلاص. فانا علقت عند فيني وسكت، فهو وقف ماسك يدي اللي كمل يعني قال لي فيك ايش؟ فيني تعب. لا والله اكثر. لا بعدين فيني الصيحه. بعدين قلتها بسؤال، قلت الخير والبركه ومشيت. التايب يقول لك يعني مو مره. فهمت اللي لا يا الله سكور 20-10 توهقت 20-10. لا شلون انا 20 ليه 10 صح 10 مين صفر نسيت. انا 2 بس لا 2 0. لا اخذ 10. لا انا جايب اخترته هو. انت اخترت 10 انا 0 هو 0 بس فيني الخير والبركه. هذا فكلكم عشرات الا بزيد 0. طيب يعني ممكن تكون ذي الحاسمه ان شاء الله، نقول ان شاء الله، الا اذا بزيد هو الوحيد اللي جاوب صح. طيب السالفه تقول مره كنت عند المحطه ونزلت البقاله بشتري اغراض. المهم وصلت عند الكاشير وفي حرمه كبيره في الصن تصويت هو املاء اسوأ شيء. في حرمه كبيره في السن نقص عليها 2 ريال وما معاي الا 10 ريال. حاسبت عنها، قلت عني وعن خالتي، رجع الباقي 8 ريال وخذيته. قالت عطني وقدام الناس تقول بس 8. رمتها على الطاوله قالت منة الله ولا منة خلقه. المشكله المحاسب او الكاشير نقد علي. فين السالفه؟ انا ضعت في السالفه والله. قلها بفهمك. طيب مره كنت عند المحطه. وش تسوي يا ناصر؟ وش تسوي يا ناصر؟ اول شيء صلوا على النبي يا جماعه. اول شيء صلوا على اللهم صل وسلم. كنت عند المحطه وبشتري اغراض. المهم وصلت عند الكاشير وفي حرمه كبيره في السن نقص عليها 2 ريال
وما معاي الا 10 ريال. فحاسبت عني وعنها وقلت يعني الباقي لها، فهمت؟ هي أوكي. قالت بس 8 ريال ورمتها في وجهي، قالت منة الله ولا منة خلقي، والكاشير نقد علي. مين ما يعرف يسولف؟ غالبا كلنا بس يعني بنهاية الحلقة كلنا طلع. بس انا عاد اقدر اصوت. طب اي اصوت. انا مي بسالفتي ولا اني بوقف محطات. في احد طر محطه قبل شوي صح؟ نايم عند محطة. هو نام الحين. يمكن كتبه وهو نايم. سلامات والله ما تشوف شرابك. نهاية الحلقة خلينا نكتب ذكريات. حسب مجبصة. لا بالمناسبة عشان أبرر ليه السالفة ملخبطة، هو أرسل لي إياها فويس نوت وأنا حطيت القراءة خلاص التلقائية أوس. حق الواتس. أوس ليش؟ أوس اي بس ليش؟ ما تكتب أنت كل سواليفك فويسات. لا اكتب. أنت من النوع اللي في الكتابة حتى لما أقول كان خلاص تمام أنت تقول خلاص تمام يا حب، ما يمديك ترسل إيموجي. غير صحيح. لا شوف ما أقدر يدافع. لا شوف، غير هو صحيح لانه انا لانه انا ما احب الفويس اصلا. ممكن يكون بازيد. ممكن البازيد ما يحب السو، ما يحب الفويس أبدا. لا ممكن ما يدري. بازيد، لانه بازيد ترى ارسل سالفته قبل الحلقه. اي فهو يسوق. لا كتبتها هنا. كتبته انت؟ ما ادري بس انا ما ادري جحد. انا اقول اوس. طبعا عبادي لانه مستحيل شو اسمه يدفع لحد. يدفع. لا قلها يا حيوان. لا ابو عيد لو انه سالفته كان اختلف الاسلوب شوي، كان قال ولقيت حرمه كبيره ومش عارف كيف. مش عارف مين. مش عارف مين. وابو عيد غالب الناس بحفظته وما مع وهي اللي تدفع له. جاي وتو في شو اسمه ذا منطقي ترى. ابو عيد ممكن ما يشيل كاش. واجب الطفل أنا ما مشر شفت فيه. هالشيء. ممكن. انا جاهز اصوت. انا جاهز اصوت. انا من اول قلت واضح. اي واضح. طب دقيقه مين عشان أنت لا وانت؟ يمين يعني انا خايف. بعرف إيش في صوتك؟ اوس. شي انت مين؟ أنت ارفع أصبع. اوكي اوس. ما ابرر. دقيقة، أنت ما بتبرر وتدافع. ما ادري هم وتتهم عطوا أحد. خشوا قلت عواف. ارفع أصبع. طيب بس بتهم واحد بعدين برفع اصبع ما راح ابرر. يلا انا اقول عبادي. فيني تعب. ليش؟ فيني عبادي. البركة. اسمع عبادي قبلها مطمن يوم سالفه بازيد. الحين يوم هذا ما هو قادر يحط عيني في عيني ولا في عين احد. قاعد يسوي حركات ذي، يقول خلاص بسكت الحين بخلي العيال. وبقول لكم شيء ترى، انت يوم قلت اوس ترى قبلها ما كان بيصوت ضدي، يلف على ابو عيد صح ولا لا؟ صح. بس دقيقه ابو عيد ترى كان يبتسم في السالفه. انا برفع اصبعي وبكيفكم والله. أوه. أوس. 3. ناخذ تصويت. خذ تصويت. انا اخذ تصويت. ارفع أصبعك. انا أنا ضد عبادي. في صوت علي. اي انا صوت. انا مصوت ضدك. حلو. عبادي تصوت على مين؟ اوس. أو صوت على عبادي. انا صوت على وبازيد. عبادي. عبادي. أوس. مبروك الفوز يا عيال. 2 هنا. راعي السالفة هو أوس نفاعي. ليش تكون عبادي يا اخي انت؟ انا ما يفرق معي. انت رايح فيها. لا جبته ولا ما جبته ما يفرق معي فقلت يلا. اوكي كذا تعادلنا لو شيخ. تعادل بين عبادي وابو عيد. اوكي صار. اوكي الفاصل. طيب الحين عشان نحسمها الجولة هذه دبل بوينت. طيب ما تبون تعرفون ايش لا ما السالفه؟ كنت تدري. صح السالفة. ما تبون ليش مرسلها كذا؟ هذا أول شيء. يا اخي انا كتبتها بسرعه مو فويس حلو وقعدت تتهم. إن شاء الله. يا اخي على السريع عشان نروح هذا. يا اخي تعرف لما تسوي خير وما تلقاه؟ فهمت؟ هذا اللي انا سويته. عجوز كذا وفهمت قالت والله ما معي. قلت لها خلاص ابشري خالها. متسولة يعني. ما هي متسولة لا. أوكي. هي ما كنت ادري انها متسولة. افهم من كلامك انه هي يا عيال ما كانت متسولة. ارجو النقاش يكون بحدود الادب. ومعي كاش وقت قلت خلاص عني وعن هذا. ويوم جيت حطيتها في جيبي قامت قالت لي لا عطني اياها احتاجها. قلت خلاص ابشري انا عادي طبيعي. قلت كذا. اللي قهرني وشو ان اخذت شافت زي كذا شافت ريالات و5 قالت 8 ريال منة الله ولا منة خلقه ومشيت كذا شالت اغراضها ومشيت. انا اللي قهرني مو هي هذه مو هي عادي حرمه كبيره. الهندي يا هل اعطاني النظره كاني انا اللي طالبها فلوس. فهمت؟ قال ايش هذا 8 ريال
قلت له والله اخذته زي كذا اعطيته بجيب وطلعت كانه كذا كاني واحد سبني فهمت. تعرف شعور لما تغني في مكان مخيس يلطمونك وتطلع. لا ما قد مرت فيه. لا ما يعني اوكي تعرف لما تقدم ستاند اب وتاكل صن. فبس طلعت زي كذا هذا كان لا هو موضوعي اذا فشل. تبي تعطيه شو اسمه الفول حرقها علي. ترى تافه ذا يدري عليه يخرب كل شيء في إيه، افكارك. الفول الكنفاس. طيب اقول لك شيء ثاني. الطقم ذا لا غلط. يلا هذا ما ادري هذا تدري حق ايش القميص ذا. خلنا نخربه ونمشي. تعرف حقين الفورمولا ايه هذا اللي يغيرون الكفرات. لا حق الفول احلى. وسط الفول احلى. كات. ابغى قصه ابوها لعيونك. يلا عليك. السالفه الاخيره. طيب السالفه الاخيره دبل بوينت، وهي صارت الواحد مو معاكم دبل بوينت مو موجود في الجلسه. اوه حلو. اوكي عليها 40 نقطه، بس شخص يعني معروف يعني. شخص معروف ايه يعني بزيد عندك فرصه تفوز. 40 40 يعني يمديك تفوز عليهم كلهم. هذه وين توديني 40؟ أوف. فوق اطلع ب 40 نقطه 10 نقاط بغبيه و30 بلعبها لعب. حلو. فانا بقول السالفه وكيف طريقه الاجابه. اسرع اجابه صح؟ اسرع. لا لما تخلص لما تخلص اسمع. قل انت إيه. من راعي السالفه، لازم يخلص السالفه كامله ما نقاطعه. ويقول من راعي السالفه. لما يقول من راعي السالفه احنا نجاوب. اوكي تمام. يلا اوكي تمام. يلا حلو. يلا انا معك. انا يا جماعه يلا. الخير، هذا هو راعي السالفه يقول عن نفسه، يقول انا يا جماعه الخير مدافع، وفي اهم مباراه في كاس العالم قدحت على اهم لاعب، ومن اساليب الدفاعيه احط بصل في الشراب من راعي السالفه. علي بليهي. علي البليهي. بس تبي اللي يستحقها ولا لا؟ قل لي بازيت ليه؟ لان الاثنين قالوا وانت لسه ما قلت من راعي السالفه. الا عقب ما خلص. الا بعد اصلا ما قلت عقب يعني تبغى تصدق. والله خلص والله. لا انت قلت هو قاعد يقول مر. ما في سوالف من سواليفنا بس. انا اشوف انت ايش تشوف يا راوي؟ ولا تبون نعيد واحده ثانيه اصعب شوي؟ خلاص يلا. اصعب شوي يلا. وخلوها بعد هذا. ها طيب بس نحتاج مساعدة فريق الاعداد لان مخي يوقف. جاهزين شباب؟ ما عليك منهم. جاهزين بس معلش عشان جالي اتصال من جوالي بس يا نسيت ساتر، اليوم. يا ساتر، لا يا إله. ساتر. كاميرات اللزقه معلش. خلاص شوف. 18 نزل. اعلنوا عنه. شوف جوالي الجديد ما شاء الله. ايه شوفه بس خليه كذا عشان الكاميرا بس يطلع. شوفها. شوفه هو كذا. ما شاء الله كبي الجوال. ما شاء الله. اسلم خلاص اسلم. طيب واضح السالفه انك تقول اوكي شراء يوم سبت بس السالفه تقول ما ادري ليش بقول بين 12 و3. السالفة الأخيرة هذه الحين هذه 9.5 السالفة وفي جريد. الأخيرة لا، لا، لا. عليها السالفة الأخيرة يا 40 أوس. اوكي نقطة. معلش. يلا عليه 40 نقطة. 40 نقطة. يلا بعد ما يخلص من راعي قلت السالفة. من راعي السالفة. طيب راعي السالفة يقول أنا ممثل، حلو. وأول مرة مثلت فيها في مسرح الجامعة نسيت كل الكلام اللي كنت حافظه، فبدل ما أسكت بديت أقرأ آيات من القرآن اللي حافظها. من راعي السالفة. هاني مقبل. أبو سارة. هاني مقبل. عيد الدوسري. المشكلة ما عرفت ما سمعت أصلاً. غلط علينا نخمن زياده عادي. كلكم خطأ. محمد الزريق. خلوا بعطيكم تفاصيل إضافية. يس. محمد يقول الزريق. العجيب ان الجمهور اندمج وحسب ان المشهد فعلا فيه ايات. ناصر قصبي. خطا. بالاسناني. هل هو اجابه صحيحه. اوه فاز. عبدي لا اسنان. واو. صدقون ما قلت من راعي السالفه. الا قلتها قبل خلاص ما حد فيك. قلتها ما راح قبل. اجيبها يعني. بالاسناني. اجابه صحيحه. واو مبروك والله بعيد واضح. يا الله. خلطت كم نقطة الحين عند بس عطنا كم نقاط؟ عندي 60. 50. 50 نقطة؟ 60 نقطة. 60؟ أجل لا تفتح تدري بكرة. 60 نقطة ايش تسوي؟ بكرة لا تفتح تكفيك أسبوع. والله زين هذا يرشكا. يا عيال والله العافية، تمام؟ اخرناه بكره وراه. يلا عشان تفتح المحل بكره الصبح يعطيك العافيه ابو عيد حبيبي. حبيبي. أوس. البركه اوت البرنامج. مبروك برنامج. رهيب. موفق. اسطوري والاسم رهيب. حبيبي شكراً هذا أبو عيد حبيبي ضبطني. يعطيكم العافيه. حبيبي ناصر خير. حبيبي سامي. خلاص بنقفل يلا. نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله على خير.